معانا النهارده قصه مثمره جدا لحد ما بيأس، حد مر بتجارب كتيره جدا صعبه لحد ما وصل واشتغل في السعوديه، اشتغل في مصر، سافر الصين. هم كانوا واخدين فكره ان مدرس انجليزي من مصر لا، لغايه ما قابلوا العبد لله. هل في بقى حاجات عمليه مثلا، شهادات عمليه شايف ان هي اي حد لازم ياخدها عشان يحصل الديفرنس في حياته؟ انت بتجري في اتجاه عشان تحصل حاجه معينه وما تحصلهاش، فربنا يجيبها لك بطريقه تانية خالص بسيطه بعيده عنك. فدي كانت اول صدمه اتصدمتها في حياتي، اللي هو حلم الدكتور في الجامعه بيضاع فعلا يعني. وقتها سافرت الصين 2008 وانا عندي 24 سنه. خطبت قبل ما اسافر ب5 ايام. كنت عامل حسابي ان انا هرجع بقى خلال سنتين هتجوز وكده زي اي شاب بيسافر ويكون نفسه يعني. لكن الحمد لله ربنا اثر عليا الطريق. زوجتي برضو انجلش تيتشر، فعملت انترفيو وادوها اوفر يعني وجت جوزنا هناك. انا كنت دايما زمايلي لما حد يجي له فرصه سفر اقول له لا، احنا هنقعد هنا، احنا هنكمل هنا، احنا هنبني نفسنا هنا. لما عرفوا بقى ان انا مسافر جم قعدوا يضربوني يعني، اللي هو انت ضحكت علينا ومسافر فين؟ الصين يعني مش السعوديه. وانا كان مالي ومال الدلتا، ما كنت قعدت وخدت السلك. انت الانطلاقه بتاعتك قوتها هتيجي من من الشده دي. لو عملت كده هيقع، لكن الشده دي هينطلق. عايز بقى تيتشر ترينر. There is no professional development without sacrifice. فلوس، وقت، جهد، صحه. اهلا بيكم في ذا برو تيتشر فروم ذا برو انجلش. ضيفنا النهارده حد يمكن اغلب الانجليش تيتشرز عارفينه، حد مشهور جدا على مستوى التيتشر تريننج. ضيفنا النهارده معاه دلتا، بيدرس سلتا تيوتر. بنتكلم ان هو اشتغل اكتر من 15 سنه في تدريس الانجليش والتدريب، واكتر من حاجه اشتغل في مدارس واشتغل في سنترز. بل من الحاجات الغريبه ان هو سافر الصين واشتغل في السعوديه، اشتغل في مصر. فمعانا النهارده قصه مثمره جدا لحد ما بيأس، حد مر بتجارب كتيره جدا صعبه لحد ما وصل اللي هو فيه النهارده. So stay tuned. مستر سعيد، عامل ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله تمام. هو مستر سعيد ولا سعيد رشاد؟ رسميا السعيد بالالف واللام. طب احنا نقول ايه بالظبط؟ سعيد. ماشي يا مستر سعيد، منورنا ومشرفنا والله. ربنا يكرمك. يعني احنا كان في ما بيننا ديسكشن طويله طول الفتره اللي فاتت دي عشان نحضر للبودكاست، حكيت لي عن حاجات كتيره جدا. انا يمكن قلت جزء منها في المقدمه. بس انا حابب ان حضرتك ترجع كده معايا لورا وتقول لي على اول لحظه او اصعب لحظه عدت عليك في حياتك في بدايه حياتك. افتكر بعد ما اتخرجت من الكليه، انا خريج تربيه عام انجلش 2005، كليه تربيه جامعه طنطا فرع كفر الشيخ. لما اتخرجت انا كنت الثالث على الدفعه على القسم، يعني كنا 200 شخص تقريبا، 180 بنت و20 ولد، فانا كنت الثالث على القسم وفي 2 بنات قبلي بفرق درجات بسيط جدا. انا طبعا في ايام الكليه زمايلي كانوا يعني دكتور سعيد، وكان عندها دكتور رئيس قسم المناهج وطرق تدريس، ما فيش داعي نذكر اسمه عشان الخصوصيه، يعني كان دايما يقول لي دكتور سعيد يعني. ان شاء الله. فرحت له بعد ما اتخرجت من تربيه، قلت له انا الثالث على القسم وعايز اكمل مع حضرتك في المناهج وطرق التدريس، ان انا اعمل ماجستير في التفل يعني. فقال لي والله يا سعيد ما فيش احتياج دلوقتي واستنى وكلام زي كده. فاضطريت ان انا اخد سكه تانية خالص، مش في المناهج وطرق التدريس. رحت بقى لللينجويستكس. فرحت كليه اداب، قلت لهم عايز اعمل ماجستير في اللينجويستكس. قالوا لي انت خريج ايه؟ قلت لهم خريج تربيه. قالوا لي لا، لازم تكون خريج اداب لغه انجليزيه. فدخلت اداب، خدت 2 سنين في اداب بيسموه انتساب مؤهلات عليا. خدت 2 سنين، درست ثالثه ورابعه. اتخرجت من اداب سنه كام؟ 2005 خريج تربيه، اتخرجت من اداب 2007. ما شاء الله. بعد ما اتخرجت من اداب 2007 بتقدير جيد، سنه رابعه كانت جيد جدا، ثالثه كانت جيد، الاجمالي جيد، لان في اداب طبعا ما كانوش بيدوا تقديرات يعني. فبعدين رئيس القسم بقى، رئيس قسم اللغه الانجليزيه، برضو لا داعي لذكر اسمه عشان الخصوصيه، قال لي لو انت الاول كنت خدتك ده في اللينجويستكس والليتريتشر وكده، لكن انت في 2 بنات قبلك هعمل فيهم ايه؟ وكان حقاني قوي يعني. فكملت بقى، خدت السنتين بتوع الاداب دول، وبعدين دخلت بعدها تمهيدي ماجستير. كل ده وانا بحاول ان انا هخلص تمهيدي وهدخل بقى MA في الابلايد لينجويستكس. في الفتره دي انا كنت حاسس ان انا بضيع، يعني الحلم اللي انا بقالي 4 سنين بحلم بيه
وزمايلي اللي كانوا بيعتبروني يعني الستودنتس ريبريزنتيف في القسم، اي حاجه اتكلم يا سعيد، اي حاجه اقول يا سعيد. والملخصات اللي كنت بعملها وبتتحط في مكتبات الجامعه، والشرح اللي كنت بشرحه للطلاب في المكتبه، وكل ده بيضيع قدام عينيا. خلاص انا هطلع هشتغل مدرس بقى وخلاص، يعني مفيش بقى حلم الجامعه بقى وان انا ابقى دكتور في الجامعه، ده خلاص بيضيع. حاولت في المناهج بتوع تدريس، قال لي مفيش احتياج. حاولت قال لي لو انت الاول كنت خدتك، فهعمل ايه؟ طبعا في الوقت ده اتعينت في الازهر، انا مش ازهري بس كان في مسابقه تعيين في الازهر، اتعينت من اوائل الدفعه، وسبت التعيين بعد شهرين بالظبط، استقلت يعني. مم. لان كانوا راميني في حته بعيده قوي. فقلت لا انا مش هكمل كمدرس، اخد ساعه ونص رايح ساعه ونص جاي واروح ادرس. حسيت ان الموضوع صعب جدا. الظروف دي كلها كانت حاله من اللخبطه، يا ترى انا هكمل بقى وادوس واكمل ورا حلمي واعمل ماجستير ويبقى معايا ماجستير وادور على جامعه اتعين فيها، ولا اسافر؟ فطبعا انا كنت في الوقت ده لازم بقى اكون نفسي، يعني خلاص انت اتخرجت، جالك تعيين وسبته. طبعا ساعتها يعني ايه، انت بتتبطر على النعمه يعني. 2007 كان مرتبي 650 جنيه، دي كانت حاجه حلوه جدا يعني. فاللي هو ايه، انت بتتبطر على النعمه، جايلك وظيفه تسيبها. كنت بدي دروس برضو وكانت الامور كويسه، بس مش هتكون نفسك مع دراسه الماجستير وكده يعني. فخدت قرار ان انا هسيب التمهيد الماجستير بعد سنتين اداب. انا 2 بكالوريوس يعني، دبل باتشلر. ما شاء الله. الحمد لله. والاثنين في التخصص الحمد لله، يعني واحده في الاديوكيشن والانجلش لانجوج تيتشنج، والثانيه في الانجلش لانجوج ليتريتشر. فسبت كل ده، سبت الدروس وسبت المدرسه اللي كنت اتعينت فيها وسبت التحضير وسافرت. طب انت ما حسيتش دي كانت أنا... صدمه بالنسبه لي، يعني انا كنت بهرب من واقع انا مش قادر اعمل فيه حاجه، واقع اكبر مني واصعب مني، لحته بقى فضاء رحب بقى، يعني حته تانية خالص. ده 6 سنين في الكليه يعني. طب 6 سنين، 4 تربيه جيد جدا، التالت على القسم، 2 اداب، من اوائل الدفعه انتساب مؤهلات عليا. مفيش بعد كده. دخلت تمهيدي ماجستير كمان، كانت 1.5 سنة بس ما كملتش بقى. فدي كانت اول صدمه اتصدمتها في حياتي، اللي هو حلم الدكتور في الجامعه بيضيع، وضاع فعلا يعني وقتها. فبعد كده بقى بعد حلم الدكتور في الجامعه، فجاه انت دلوقتي انت في الصين، وتجربه جديده، مجتمع جديد، مم. كل حاجه مختلفه، وفي حلم كبير قوي تقريبا 6 سنين عايش فيه. وكمان مش حلم بس، ده حلم، والناس تقول لك يا دكتور ودكتور، وملخصات وكمان وشروحات. مش طلبه بس، ده طلبه ودكاتره. اه يعني خلاص هي كده معتمده. يعني رئيس قسم المناهج وطرق التدريس كان دايما دكتور سعيد، تعالى دكتور سعيد روح كذا. طب انت دلوقتي انت في الصين بقى في 2008، قول لي انت كنت حاسس بايه في الصين ساعتها؟ هو اول حاجه خالص، انا لما قررت اسافر، هي فكره الصين دي جت بعد كليه التربيه 2005، ولكن كنا 14 واحد عملنا مقابلات اونلاين، اختاروني واختاروا واحد كمان، واحنا الاثنين ما سافرناش. هو ما سافرش عشان كان خاطب وعايز يتجوز، وانا ما سافرتش لان انا كنت هكمل في اداب. ففي 2007 عملت مقابله تاني وسافرت للصين. السبب اللي خلاني اروح الصين، رغم ان انا كان ممكن اسافر الكويت السعوديه زي معظم الناس، السبب ان انا برضو كنت بسمع حكايات عن السعوديه والكويت، ان الوضع مش كويس وان انت مش هتعرف تعيش هناك، والتعامل مش حلو والكلام ده كله. وده بصراحه يعني تعتبر نقطه، يعني ايه، درس مستفاد، ان انت ما تاخدش من تجارب حد. ربما يكون حد راح السعوديه او راح الكويت وتجربته ما كانتش احسن حاجه، فانت ليه تفترض ان انت يحصل لك نفس الشيء؟ ما في ناس كتير ناجحه هناك، وفي ناس كتير عايشه كويس. حاسس النهارده كنت بتكلم مع مستر محمد جمعه، فهو من ايفا، من مدرسه يعني هو ما شاء الله بقاله فتره طويله شغال اصلا في السعوديه. فكنت بقول له ان في ناس بتقول على الشغل في السعوديه ان هو وحش وكده. قال لي مين بيقول الكلام ده؟ قال لي الكلام ده انتهى من زمان. قال لي واغلب الناس لو حسب الحته اللي انت شغال فيها، ولو انت شغال في حته هتلاقي احترام مش طبيعي. قال انا بقالي سنين طويله عايش ومبسوط جدا، وانا اشتغلت في اكتر من مكان في السعوديه، كله تمام وزي الفل، والناس محترمين جدا وتعامل راقي جدا. بس انا خدت الكلام اللي كان بيتقال عن دول الخليج
ساعتها بقى ده كان ده في وقلت 2008. لا 2008 وقلت لا انا مش هروح دولة عربية، انا هروح الصين. مم. سافرت الصين 2008 وانا عندي 24 سنة. مم. خطبت قبل ما اسافر ب5 ايام. كنت عامل حسابي ان انا هرجع بقى خلال سنتين هتجوز وكده زي اي شاب بيسافر ويكون نفسه يعني. لكن الحمد لله ربنا اثر عليا الطريق. زوجتي برضو انجلش تيتشر، فعملت انترفيو وادوها اوفر يعني، وجت جوزنا هناك. انا كنت حكيت لي ان هو اصلا ان انتوا ما عملتوش فرح هنا في مصر. لا هي عملت فرح بس انا كنت قاعد اتفرج هناك. عارف الياهو ماسنجر فاكره؟ كنت بتفرج عليهم. فاللي هو اصلا يعني لو انت حاسس بيه وانت ما حضرتش فرح. انا يوم الحنه ويوم الفرح انا عندي مدرسه يعني. لا يوم الفرح رحت بقى بكين العاصمه عشان لا هي جت على بكين وبعدين خدت طياره تانية من بكين لمدينه كنت انا فيها كان اسمها تشونشين في وسط الصين، لا في شمال الصين. ف لا انا يوم الحنه انا قاعد على الياهو ماسنجر بتفرج على اللي بيحصل. طب انت الموضوع على فكره هو انا معجب ان حضرتك واخد الموضوع ببساطه، بس هو الموضوع فيه تضحيه كبيره. طبعا لان انا في الوقت ده انا ما كانش عندي شقه يعني. عندي بيت العيله يعني، والدي ووالدتي واخويا، بس ما عنديش شقه لسه. فاللي هو مغامره بقى، انت اتجوزت وانت لسه ما عملتش يعني. عارف انت اتجوزت وبعدين عملت شقتك، مش عملت شقتك وبعدين اتجوزت يعني. احنا خدناها دي other way round يعني. عارف ازاي؟ فده 3 نايس ما شاء الله. طب انا عندي سؤال دلوقتي. حضرتك مثلا بقى بدأ حياتك لسه في الصين، لسه شاب صغير 24 سنه. ايه اهم الحاجات اللي اتعلمتها في الصين؟ حاجات كتيره جدا، من ضمنها الكوميتمنت، ان انت يبقى عندك التزام. انا كنت ملتزم بطبعي وهارد وركينج بطبعي، وبحب الشغل وبحب الدراسه وبحب اخلص في الحاجه اللي بعملها الحمد لله. بس لما رحت هناك هم كانوا بيشجعوني على كده يعني، لدرجه ان انت كل شهر في حاجه اسمها جايزه كده للبانكتشواليتي، اللي ما تاخرش خالص في مواعيده من المدرسين ياخد مكافاه مثلا 500 يوان او حاجه زي كده. انا ما خدتهاش في الفتره دي لان انا كان عندي حته التاخر على المواعيد دي يعني، كانت عندي بصراحه كنت بتاخر. فولا مره خدت الجايزه دي. فالكوميتمنت، الالتزام، التعامل مع الناس، دي واحده من المهارات اصلا. الكوميونيكيشن سكيلز، ان انت تتعامل مع ناس لا لغتك ولا جنسيتك ولا كتير منهم ولا دينك يعني. ولا دين اصلا. يعني هتتعامل ازاي يعني؟ عارف ازاي يعني؟ كان وضع صعب جدا. انت عشان تروح المستشفى او تروح تحجز تذكره طيران او قطر او كده، انت عايز حد يساعدك. الاكل عشان توصل للحلال فود انت يعني مش عارف انت هتروح فين. بس ده كان بقى ده من تقريبا من 17 سنه تقريبا. دلوقتي يمكن الوضع بقى احسن، بقى في اونلاين يعني يقدروا يشتروا اونلاين ويوصلهم الاكل لغايه البيت وكلام زي كده. الوضع اتغير طبعا عن الكلام ده من 2008 ل 2011. احنا دلوقتي في 2025. هل في حاجه مثلا موقف عدى عليك وحسيت ان انا استفدت من تجربه الصين وعديت ازمه بعد كده بسبب الصعوبات اللي قابلتني في الصين؟ هو الناس هناك فريندلي جدا اولا يعني. يعني يشوفوك ماشي في الشارع يوقفوك، يسلموا عليك، ياخدوا معاك صور، يبتسموا لك، دخلت مكان يقعدوك، يشوفوا لك مكان. يعني فريندلي لدرجه لا تتخيلها. مش مفيش ريسيزم او يعني الكلام ده خالص. كمان اونست بدرجه غير عاديه. افتكر في مره كنا نازلين رايحين حديقه، فاسم الحديقه مكتوب في ورقه، فنازلين تقريبا 4:30 العصر. بعد ما ركبت التاكسي بوري له الورقه، فلقيته عمال يقول لي جوامن. انا مش فاهم. اتصلت بحد فقلت له خد كلم الشخص ده، احنا رايحين حديقه وهو بيقول لي حاجه كده انا مش فاهمها. فكلمه وقال له ايه، ان الحديقه بتقفل الساعه 5. فكلمني الشخص وقال لي ان انتوا على ما توصلوا هتكون الحديقه قفلت بس. ونزلنا من التاكسي ورحنا مكان تاني خلاص، ومشي الراجل. ده التاكسي نفسه اصلا اللي هو ليه المصلحه. اللي هو يعني معلش لو في اي مكان تاني طبعا في ناس كويسه كتير. تعالى اوصلك، ايه ده الله دي قفلت، تعالى ارجعك تاني. بالظبط هيوديك وبعدين يقول لك لا دي قافله، طيب عايز تروح فين تاني ارجعك ولا هتروح مكان تاني ويستفيد. لكن لا، ده حريص ان انت ما تروحش مشوار غلط.
في اكتر من كده. فبصراحه دول حاجتين مهمين جدا. الحاجه اللي اثرت فيا بقى كسعيد في الشغل، ان انت هناك لازم يكون عندك عارف الاديوتينمنت اللي هو الاديوكيشن مع الانترتينمنت. ان انت مش مجرد انت داخل تدي معلومه او توصل لهم فكره وخلاص، لا، ده انت داخل تبسطهم، داخل تخليهم مبتسمين، تخليهم مفتحين عينيهم كده طول الوقت. واو الكلام ده، هو ده انا اتعلمت دي هناك. انا كنت كده الحمد لله قبل ما اسافر في الدروس بتاعتي وفي المدرسه، ولما كنت بروح تربيه عملي وانا في كليه تربيه. في سنه ثالثه كنا بنروح مدارس اعدادي، وفي رابعه كنا بنروح مدارس ثانوي. فكان معروف عني برضو الحمد لله ان انا ايه، بعمل جو في الفصل. ده زاد عندي كتير في الصين، لان انت هناك لو ما تقالش انك فاني من الطلاب بيحكموا عليك. على فكره اول اسبوع بياخدوا تقرير من المونيتورز، في كل فصل فيه مونيتور، فبياخدوا تقرير من كل مونيتور في كل فصل. واحنا كنا بندرس ما شاء الله، بندرس بال25 فصل في المدرسه كلها، اللي انت بتدخل على الفصل مره واحده في الاسبوع. فبياخدوا تقرير، لو ما قالوش ان احنا بنستفيد منه بنتعلم منه وفاني او بنحب الحصه بتاعته، ممكن يغيروك، يعني ممكن يودوك مدرسه تانية وثالثه حسب الشركه يعني. فدي حته فرقت معايا كتير جدا. انا افتكر كنت بدرس في فصل، وكان جنبي في حصه من الحصص مدرس امريكي كبير في السن. فكانوا الطلاب يسمعوا عندي الضحك والهزار واو كده، وهم قاعدين عمال يسالهم اسئله who is your hero، والعيال قاعدين خايفين، ما هم مش عارفين يردوا، ما هم احنا بقى كنا بنعمل قلبان في الفصل. فكان يجي يقول لي يعني ايه بالراحه شويه، يعني اقفل الشباك، انت بتعمل ايه الى اخره. الحمد لله بفضل الله. فدي حته فرقت معايا، اي مكان بروحه، اي ديمو كنت بعمله، اي حاجه كنت بعملها، كانوا بيحسوا فيا ان انا المدرس اللي الطلاب هيحبوه، وفي نفس الوقت عنده ماده علميه هيفيدهم بيها. فدي فرقت معايا كتير جدا. ما شاء الله. طب حضرتك ليه سبت الصين؟ انا بس عايز اقول حاجه كمان، ان انا رايح الصين وانا بتكلم انجلش المفروض يعني كويس. واحد التالت على القسم، مثلت مسرحيه كينج لير على مسرح الجامعه في مره. انا كنت كينج لير كنت بشرح للطلاب صوتيات ولينجويستكس وبوتري والكلام ده كله في مكتبه الجامعه، وبعمل ملخصات، وانا الستودنتس ريبريزنتيف لما بطلع بتكلم بقول كل حاجه. فالمفروض ان انا رايح الانجليش بتاعي كويس، وعديت في مقابلتين للصين، مره 2005 ومره 2007. ومع ذلك لما رحت هناك اتصدمت في ان انا لا، يعني my English sounded like Egyptian English. انا بسميه ايجينجلش، زي تشينجلش كده اللي هو تشاينيز انجلش. لما رحت هناك حسيت لا، ان مش هو ده الانجليزي اللي المفروض اكمل بيه حياتي، لازم يتعدل، لازم يتظبط. فخلال ال3 سنين دول انا رجعت بانجلش غير اللي كنت رايح بيه، مع ان انا كنت رايح بانجلش كويس، بدايه ان انا اتقابلت مرتين هناك. فدي فرقت معايا كتير جدا. مش هقول لك بقى طرق التدريس والكلام ده كله، لا، يعني هو اللغه بتاعتي حصل لها فيكسنج في ال3 سنين دول. رجعت ليه بقى من الصين؟ التأشيرة حصل فيها مشكلة واضطرينا ننزل، وفي نفس الوقت زوجتي كانت حامل في الشهر الثامن، اللي هو ممنوع تركب طيارة أصلا. ممنوع تركب طيارة ساعتين، احنا جينا طيارة 14 ساعة من بكين للقاهرة بعيدة. فهي لبست بلطو كده عشان ما حدش يعرف ان هي حامل، لان هيمنعوها من السفر. فحصل مشكلة في التأشيرة واضطرينا ننزل على امل ان احنا ايه، ابني هيتولد وايه هنرجع. كان الكلام ده في 2011 11/2/2011، نفس الظروف اللي كانت حاصله في البلد دي. يعني مؤمن ابني اتولد 10/2/2011 وانا سجلته 11/2/2011. هو اصلا 10/2. انا سجلته 11/2 لان ده كان يوم التنحي بتاع مبارك. فكنت نازل في ظروف البلد فيها على صفيح ساخن، يعني اللي هو انت ايه اللي جابك دلوقتي خليك عندك. بس انا نازل غصب عني لان التأشيرة حصل فيها مشكلة، فاضطريت ان انا ايه، اضطريت ان انا ارجع. لما خلصنا بقى موضوع الولادة والقصة دي، كان قدامي 3 خيارات: اما ان انا ارجع الصين تاني، او ان انا اكمل شغل. وفعلا جيت هنا في التجمع الخامس، اشتغلت في مدرسة عند جامع فاطمة الشرباطلي، كنت ساكن في حدائق المعادي.
فضلت شهرين او الحياه 3. بالنسبه لك كلها كانت معاناه كده ليه، مسافات بعيده. اللي هو انا عايز قبل ما اخد قرار السفر تاني اجرب هنا تاني. يعني عارف ازاي انا كنت ضد السفر. انا كنت دايما زمايلي لما حد يجيله فرصه سفر اقول له لا احنا هنقعد هنا، احنا هنكمل هنا، احنا هنبني نفسنا هنا. لما عرفوا بقى ان انا مسافر جم قعدوا يضربوني يعني اللي هو انت ضحكت علينا. ومسافر فين؟ الصين يعني مش السعوديه. فقلت قلت طبعا مش هرجع الصين تاني عشان الولد اللي معايا ده هيروح هيتبهدل. انت عارف الاطفال بيتعبوا كتير والكلام ده كله. فاحنا هناك بنحتاج مترجم يروح معانا مشاورنا. والولد لما يكبر هيتكلم ايه؟ صيني ولا عربي ولا؟ يعني كان ليا واحد صديقي بنته ما كانتش بتتكلم كويس لان ما فيش حد حوالي، ما فيش اكسبوجر. فقلت لا الصين خلاص، هم 3 سنين دول تمام. قلت يا اما هستقر في مصر يا اما هسافر السعوديه مثلا. جربت هنا، قدمت على النت على كذا مدرسه، لقيت في مدرسه بتتصل بيا احنا في التجمع وتعالى واعمل مقابله وكلام زي كده، وادوني ضعف الراتب. وقتها كانوا بيدوا 700 800، ادوني 1200 حاجه زي كده، وجابوا لي اوضه نوم عشان يعني احطها في شقه واسكن. كانوا شاريني جدا، يعني كانوا متمسكين بيا جدا. قعدت معاهم شهرين وقلت لهم انا اسف انا مش هقدر اكمل. كنت هاخد سكن هنا في التجمع وخلاص. وكنت بنزل طبعا، ولادي كانوا في كفر الشيخ، فانا بنزل ايه خميس وجمعه وبرجع. فقلت طب ليه البهدله دي؟ يعني ما اجرب بقى بره تاني. ودي قصه تانية بقى، دي قصه تانية خالص بقى. يعني ايه قصه السعوديه جالي 2 اوفرز. واحد منهم مشرف في مدرسه اهليه في جده براتب 3200 ريال وقتها. والوكيل الفني اللي هو كان مسؤول عن المدرسه منه للاونر على طول. كنت ساعتها 27 سنه. فقال لي ايه اول ما عملنا المقابله؟ قال لي بص انا شايف فيك يعني كاريزما معينه وشخصيه معينه، انت هتمسك مشرف اللغه الانجليزيه في المدرسه ابتدائي واعدادي وثانوي. عندكم كام مدرس؟ قال لي 7. قلت له فيهم ناس كبار في السن؟ قال لي قلت له فيهم ناس بقى لهم سنين في المدرسه؟ قال لي قلت له مش هيعملوا مشاكل معايا كده على طول؟ 27 سنه ما عنديش تجربه في السعوديه، مش هيستصغروني، مش هيشوفوا ان انا ما عنديش خبره في المكان او في البلد، مش هيبقى فيه مؤامرات، مش هيبقى فيه اسفين. فقال لي ما تقلقش انا معاك، انت منك ليا وانا مني للاونر. فقال لي ما تقلقش من اي حاجه خالص. انا كنت قلقان من اللي كنت بسمعه برضو ايه، ان في السعوديه هتلاقي مش عارف ايه، وهتلاقي اسفين، وهتلاقي ناس بتكره أكتر والمصريين مش عارف ايه. لا كل دي ستيريوتايبس. انا غلطان ان انا رميت ودني للحكايات دي وبنيت عليها قرارات. في نفس التوقيت جالي مدرسه في شمال المملكه جنب الاردن، يعني في البرد. مدرسه ابتدائي اول سنه تفتح. انا واخد بالي ده الصحراء تقريبا. لا ده مكان يعني مدينه السكاكه في الجوف، في محافظه الجوف. لا مكان حلو جدا وكبير، بس جنب الاردن بقى، وفي البرد بيبقى برد قوي. مدرسه ابتدائي اول سنه تفتح، وانا همسك هدرس لغه انجليزيه من اولى ابتدائي ل6 ابتدائي، وانا مدرس الانجليزي الوحيد اللي في المدرسه. والراتب كان 2500، يعني اقل من التاني. اي حد عاقل هيختار ايه؟ هيختار البوزيشن وهيختار المرتب الاعلى والمدينه الافضل، جده وجنب الحرم ساعه. انا اخترت ان انا ان انا يبقى في بيس اوف مايند، ان انا اروح مكان محدش يحارب فيا ولا انا اوجع دماغي بحد. انا هبقى مدرس الانجليزي الوحيد في المدرسه من اولى ل6، ادي حصصي وشكرا. لا ابقى مسؤول عن مدرسين ولا حد يحتك بيا ولا حد يعمل معايا مشاكل ولا الكلام ده كله. ودي كانت اول مره اهرب من من الاداره. مش بقول لك ان القرار ده صح، بس ده اللي حصل يعني. رحت سكاكا اول سنه، خدت جايزه افضل معلم لغه انجليزيه في المنطقه يعني. كنت بجهز بورتفوليو كده وبيتم دراسته، وبعدين بيمنحوك افضل معلم لغه انجليزيه، وتم تكريمي وكده. تاني سنه لقيت احد الملاك بتاع المدرسه بيقول لي انت تمسك وكيل المرحله المتوسطه. قال لي هنفتح بقى مرحله متوسطه
وانت تمسك وكيل المرحله المتوسطه، تبقى مسؤول عن كل حاجه بقى، كل المدرسين، كل التخصصات، كل الفصول، كل الطلاب. قلت له لا. فاتصدم، يعني انا شفت الصدمه في عينيه، برق كده اللي هو لا ليه. يعني هو متخيل اول ما يقولك انت هتبقى وكيل المرحله المتوسطه انك هتزقطط. مم. فقلت له لا انا مش عايز ابقى وكيل. قال لي ليه؟ قلت له لان الوكاله عمل مش فني، عمل اداري شويه، وتعاميم وايميلات وكذا. قلت له انا مش عايز الحته دي، انا بحب يعني ايه التدريس والحاجات الفنيه يعني. لما اقتنع جاب وكيل من مصر، وبعدها بفتره كده بشهر او حاجه قال لي ايه، انت هتبقى وكيل فني شؤون تعليميه. مم. حط لي مكتب في نفس اوضه الوكيل، بقى الوكيل والوكيل الفني شؤون تعليميه. مم. وبقى يناديني من اوضه المدرسين يقول لي ابو مؤمن لو سمحت مكتبك. واطلع يقول لي لا تجلس مع المعلمين، يعني هذا مكتبك، اجلس هنا. وانا قاعد مع المدرسين المبسوط، مكتبي هناك خلاص. لا هو عايزك تقعد في المكان اللي هو فيه اداره. مم. كنت ساعتها وكيل فني شؤون تعليميه في المرحله المتوسطه، بشرف على كل المواد وبشرف على المرحله الابتدائيه في اللغه الانجليزيه. فضلت على الوضع ده 3 سنوات مم. لغايه ما سبتهم، وكانت بقى النقله التانية بقى للايه، الى مدينه الرياض العاصمه. قبل ما نروح بقى للعاصمه، يعني ده احنا كده بنتكلم، احنا قعدنا في في سكاكا قعدنا من كام سنه؟ 2011 ل 2015، 4 سنين. احنا النهارده احنا اتاخرنا عن ان احنا نروح للعاصمه 4 سنين بسبب ان احنا شفنا ان احنا لا، انا محتاج فتره ان انا يعني محتاج ادي نفسي وقت اكتر، الكلام ده كله. هل لو رجع بيك الزمن كنت هتروح لجده من البدايه؟ هروح. طب تفتكر مثلا يعني دوت، لان انا خفت فما روحتش. طب الموقف ده اتعلمت منه ما ايه؟ كانش فيه نضج. اتعلمت ان انا ما اسمعش لكل الحكايات، ولو سمعت الحاجه افلترها. مش شرط اللي حصل لمستر عبد الرحمن يحصل لي، صح؟ فاسمع وشوف تجارب واسمع تجارب، بس في الاخر انت ليك تجربتك. يعني انا كان ممكن اروح جده واثبت نفسي هناك وابقى مشرف كويس واثبت نفسي، لكن انا هربت ورحت كمدرس، وبعد كده برضو ايه الاداره والاشراف جولي برضو. ودي كانت اول مره اهرب فيها من الايه، من الاداره والاشراف يعني. حلو جدا. ايه بقى اكبر التحديات اللي قابلتك في الرياض؟ هو انا لما رحت عملت مقابله في الرياض، خدت طياره من سكاكا انا وواحد زميلي مدرس لغه عربيه للرياض، وقعدنا عند واحد صاحبنا في الرياض، ورجعنا تاني سكاكا في نفس اليوم، يعني طياره رايح جاي. هو كان رايح يعمل مقابله كمدرس لغه عربيه، وانا رايح اعمل مقابله كمدرس لغه عربيه او مشرف مدرس لغه انجليزيه او مشرف لغه انجليزيه. قدمت لهم يعني ايه 2 proposals. قلت له لو عايزني مدرس هعمل لك ده، ولو عايزني مشرف هعمل لك ده، انا عندي خبره في الاثنين. ما شاء الله. المدرسه دي هي كانت مدرسه يعني معظم طلابها شوام، يعني فلسطينيين، سوريين، في مصريين، في سعوديين. فكانوا هم واخدين فكره شويه عن المدرسين اللي المصريين الانجليزي، ان هم نطقهم مش قوي، برضه ستيريوتايبس. يعني عارف لو اقول لك ايه الانجليزي المصري، لا في ناس في مصر بتتكلم انجليزي كويس جدا، في ناس في مصر عباقره في اللغه. فهو برضه ستيريوتايبس، يعني هم كانوا واخدين فكره ان مدرس انجليزي من مصر لا، لغايه ما قابلوا العبد لله. اولا قبل ما اروح اعمل المقابله، مدير التطوير كان مصري، والمدير التنفيذي كان فلسطيني. فوراله فيديو ليا على اليوتيوب، انا بعمل فيديوهات على اليوتيوب من 2004. 2004 لا من 2014. 2014 يعني بقالي 11 سنه ما شاء الله. فوراله فيديو ليا على اليوتيوب وقال له عايزين الراجل ده يجي يشتغل معانا، الراجل ده في الجوف في سكاكا. قال له والله الانجليزي بتاعه حلو جدا. قال له مش انا قلت لك ان في مصريين بيتكلموا انجليزي كويس؟ قال له خلاص خليه يجي. رحت وعملت المقابله، قال لي هتشتغل معانا مدرس. هو الراجل ده كان بيتكلم انجليزي اصلا؟ مين الراجل اللي هو مدير التطوير ولا المدير التنفيذي؟ الاثنين. لا مدير التطوير يعرف انجليزي، مدير التنفيذي كان عايش في كندا اصلا، فلسطيني او صديقي حتى الان، ومدير التطوير صديقي حتى الان، يعني على علاقه طيبه بيهم هما الاثنين ما شاء الله يعني. فقال له لا يجي، خليه يجي. كان في كندا. كل المقابله كانت انجلش.
لا اصل انا في ناس كتيره جدا انا بيستفزني احيانا كده، مثلا ايه، حد يقول لك المصريين ما بيعرفش يتكلم انجليزي وهو اصلا ما بيعرفش يتكلم هي انجليزي. ستيريوتايب. اه لما شافوني غيروا رايهم، اه وعلشان وخدت اوفر، يعني هم كانوا بيدوا 3000 حاجه زي كده، ادوني انا وقتها 4000 وحاجه يعني. لما رحت عملت المقابله، هو برضو عايزك لما شاف ان انت كويس، بس مش عايز يحطك اشراف، لان الناس اللي عنده كلهم سوري فلسطيني كذا، مش عايز يحطك فوقيهم وانت لسه جاي ومصري، وهم واخدين فكره عن المصريين. فقال لي هتشتغل معانا مدرس. قلت له تمام، يبقى ده، لان انا قدمت 2 بروبوزلز. لو هشتغل مدرس هعمل 1 2 3 4، لو هشتغل مشرف هعمل 1 2 3 4. قال لي مدرس. قلت له تمام. بعد اول شهرين جت اجازه الحج، لقيت مدير التطوير اللي هو المصري ده واخدني على جنب بيقول لي بعد اجازه الحج هنعمل تعميم ان انت تمسك مشرف اللغه الانجليزيه في المدارس ابتدائي اعدادي ثانوي. قلت له انا اسف. ليه؟ استغرب برضه، هو صديقي حتى اللي انا هيشوف الفيديو ده. قلت له يا دكتور انا قلت لكم من الاول مدرس او مشرف، ما ينفعش بعد شهرين تركبوني على الناس. بعد شهرين انا جيت كمدرس وبعدين تركبوني على الناس. لو جبتوني من الاول مشرف كان هيبقى الوضع مختلف، احنا جايبين مشرف، لكن انتوا جايبين مدرس وبقى مشرف هيحصل مشاكل. قلت له سيبني كده وانا هعمل لكم اللي انتوا عايزينه، يعني هقوم بمهام المشرف بس من تحت لتحت. وفعلا بقيت ادخل اصور فيديوهات مع زمايلي في الفصول ومنتجها، وعملت لهم صفحه على الفيسبوك وعملت شغل جامد جدا. تاني سنه او تالت سنه طلعوا تعميم ان انا ابقى مشرف اللغه الانجليزيه في المدارس، وساعتها خلاص وافقت. ليه؟ لان انا تاني سنه جبت واحد زميلنا مصري مدرس لغه انجليزيه، خلاص وثقوا بقى، الاستيريوتايب خلاص اتبخر. فجبت لهم واحد زميلنا مصري شاب برضو جميل ومحترم كده، واشتغل في المكان، وانا مسكت مشرف سنه، مشرف لغه انجليزيه سنه معاهم، لغايه بقى ما جت فرصه تانية ان انا اروح مدرسه دوليه، ودي كانت نقله تانية خالص برضو محتاجين نتكلم عنها لانها حته حلوه جدا. بس تضحك بقى، اول ما جيت الرياض شفت الشوارع والعربيات والزحمه، انا اترعبت، لان سكاكا جوف دي يعني انت ممكن تمشي في الشارع بالعربيه لوحدك. جايبني الرياضه اعمل ايه؟ اللي هو لا انا عمري ما هعيش هنا. وفعلا بعد ما رحت قلت لهم لا انا مش هاجي. حصل ظروف في الشغل بتاع سكاكا، كلمتهم قلت لهم لسه الاوفر متاح، قالوا لي متاح، رحت رايح. فانا رحت برضو قدرا، يعني انا سافرت الصين قدرا، كل حاجه بقدر ربنا يعني. بس يعني سافرت الصين وانا مش مخطط، رجعت وانا مش عارف ان انا هرجع، مشيت من سكاكا وانا مش عارف ان انا همشي من سكاكا، يعني كل حاجه كانت بتبقى ترتيب رباني. بس انا عندي تعليق هنا. كان في كتاب جميل جدا كان اسمه بلو اوشن استراتيجي، هنا كان بيتكلم عن فكره ان انت تدور على الاماكن اللي ما فيهاش، يعني هو قسم الدنيا لحاجتين، لريد اوشن وبلو اوشن. فقال لك ان ريد اوشن ده الحته اللي فيها بقى تحديات وناس بتاكل في بعض ومشاكل ومنافسه عاليه جدا. في حين ان البلو اوشن ده الحته القاعده الفاضيه اللي ممكن تخشها وتعرف تحقق فيها نجاحات كبيره. مش ممكن كان برضو الحاجات دي كانت هي الصح؟ ان انا اخترت البلو اوشن. البلو اوشن كان هو ممكن ممكن لان انا كنت وقتها لما خدت قرار ان انا ما اروحش جده مشرف واروح سكاكا مدرس، انا كنت 27 سنه، اللي هو لسه شخصيتي بتتبني، وخفت من التصادم وخفت من المشاكل وخفت من الاسترس. فروحت مكان بنيته، خدت فيه سمعه كويسه، بقيت فزت بجائزه افضل معلم. تاني سنه بقيت وكيل فني شؤون تعليميه ومشرف لغه انجليزيه، خلاص انا طالع من تحت، انا بنيها معاهم، انا احد المؤسسين، كانوا بيسمونا جيل المؤسسين. وكنت انا وثلاثه 2 كمان مدرسين، واحد من سوهاج وواحد من الاردن، كنا مع مجلس الاداره، يعني احنا بنقعد مع الملاك ونقرر هنعمل ايه السنه اللي جايه، مين هيمشي ومين هيقعد، وهنجيب كام مدرس وهنفتح كام فصل والكلام ده كله. فهي جت بس بعد انا ما دخلت المكان صغير وكسبت ثقه الملاك وكبرت معاهم. في الرياض لما جيت بقى الرياض، طبعا الدكتور مدير التطوير اللي جابني ده قال لي الرياض ارض الفرص، قال لي انت لما تيجي هتشوف، وقد كان. اول حاجه خالص رحت اعمل مقابله عشان اخد صلاحيه معلم، قابلني 2 مشرفين سعوديين، عملت الاختبار 98%، عملت الانترفيو، قالوا لي انت تشتغل معانا مدرب
في المشروع الوطني لتطوير اداء معلمي اللغه الانجليزيه على مستوى المملكه. الكلام ده كان سنه أصلاً ما 2017 او 16 احنا بنتكلم، احنا رحنا الرياض في 2000 وكام و15. و15، فخلال سنتين وصلت لدوت. لا، في اول سنه وانا رايح اعمل مقابله عشان اخد صلاحيه معلم عشان اشتغل بيها. اي حد بيعمل مقابله، فهم مسكوني بقى انت تبقى معانا. ثانيه بس، احنا رحنا الرياض في 2000 رحنا الرياض 2015. 2015. بس الفرصه دي جت في 2015 ولا 2017؟ يعني اول سنه شغل لازم تروح تعمل مقابله في مكتب التعليم عشان تاخد موافقه انك تشتغل مدرس. انا رحت خدت الموافقه وخدت اوفر منهم الاثنين المشرفين دول ان انا ابقى مدرب في المشروع الوطني لتطوير معلمي اللغه الانجليزيه في المملكه. يعني كان مخطط ان انا هلف المملكه بطيران طبعا على حسابهم، يعني على حساب المشروع. وفعلا دربت مرتين في الرياض، وكان لسه بقى لسه هروح بقى جدة والدمام وأبها وكده، بس المشروع وقف. فدي كانت نقلة كبيرة جدا، لأن جبت المشرفين وجبت الإدارة للمدرسة اللي أنا كنت فيها، ورحت دربت في مكان تاني. فحصل بقى ضجة كده إن سعيد حرك المكان، إن سعيد جاب المشرفين عندنا وكمدرب مش كمدرس. كان طبعا قبل الدلتا والكلام ده كله، يعني الكلام ده زمان، يعني خلاص 2016 ولا حاجة. تاني حاجة في حد كلمني من قناة كان اسمها قناة سمسم الفضائية. ده بلدياتي، حد بلدياتي، وشايف ان انا على اليوتيوب، فقال لي طب ما تيجي نعمل برنامج تلفزيوني. قلت له يعني عبارة عن ايه؟ قال لي تجيب طلاب وتكلمهم وهنصور وكلام زي كده. قلت له والله فكرة حلوة. عرضت الموضوع ده على الإدارة، فقالوا بس الموضوع ده محتاج ميزانية. انا عايز اتوقف هنا معلش بس عندي حتة مهمة جدا. اي ثينك انا خدت بالي ان في حاجات كتيرة جدا كنت بتعملها وبتعمل استثمارات. يعني في مثلا في الناس، في نوعين من الناس. في عقلية الفارمر، في عقلية الهانتر. الهانتر ده بيقعد مستني الفريسة فبينقض عليها. في الفارمر بيقعد ياخد وقت في الزراعة، بعد كده لسه عنده بيحصد، بعد كده بيبيع، بيبقى بقى حاجة طويلة جدا. وفترات الزراعة بتكون حاجة محتاجة وقت. ويعني كنت اسمع بكده بودكاست لحد نجيب ساويرس، فكان بيتكلم ان هو نقلتهم كعيلة من الزراعة لشغل الصناعة. فبيتكلم ان ديت ان هم ما يستحملوش فكرة الزراعة، حاجة طويلة ومتعبة ومش عارف ايه. فهم راحوا بقى للصناعة والمعمار والكلام ده كله، عشان هم مش قادرين يستحملوا المجهود الكبير اللي بيحصل، فنخلص تحصل في الاخر. فهل لما حضرتك كنت شغال مثلا على يوتيوب كان عندك متابعين في البداية؟ I don't think كان عندي متابعين، بس هو كان في مثلا متابعين، كان عدد قليل ومشاهدات ضعيفة. لان انا لا بعمل بروموشن ولا بعمل اعلانات ولا سبونسرز، بس في الاخر خالص احنا حصدناها paid off. اللي هو يعني فاحيانا في بعض الحاجات الواحد بيعملها يمكن بيبقى باصص عليها ان هي دي هتجيب ايه، دي هتعمل ايه، هو دوت هيفيدني في ايه. صحيح. حتى لو الريزلتس بتاعتها بسيطة جدا، بس هي فعلا بتيجي على المستوى البعيد بتأدي نتائج كبيرة جدا اكبر ما احنا كنا اصلا متخيلين. هو انا لما عملت قناة اليوتيوب كنت عاملها لسببين. اول حاجة ان انا تبقى زي فيجوال سي في، لان هم جابوني من على اليوتيوب. المدرسة التانية دي جابتني من على اليوتيوب، شافوني على اليوتيوب، يعني اصلا نقلت فهي فيجوال سي في جت من اليوتيوب. هو شافوني ووراله الفيديو، قال له الراجل ده مصري وموجود في الحتة الفلانية عايزين نجيبه. فشاف قال لا فعلا بيتكلم كويس، هاتوه. فهي كانت فيجوال سي في. والحاجة التانية اللي هو بيرسونال براندنج يعني. وتاني حاجة ان كان في ناس كتير عايزين نتعلم انجليزي، عايزين نعرف ازاي نقدم نفسنا مش عارف ايه. فبدل ما اقعد اشرح لكل واحد ابعت له فيديو من اللي انا عامله. فده كان الهدف يعني. لما اتصل بيا بلدياتي ده وقال لي عايزين نعمل برنامج في قناة سمسم الفضائية من اليوتيوب، لانه شافني موجود بقابل الكاميرا وبتكلم. طب برغم ان برضه ساعتها ما كانش فيه مشاهدات كبيرة، مفيش ملايين، مفيش الكلام ده. لا انا عندي حوالي 50,000 يعني مش كتير يعني. وممكن 50,000 ده على مدار 10 سنين ولا حاجة. لان انا اصلا يعني من اول ما بدأت مشوار الدلتا وانا موقف الفيديوهات عليها اصلا يعني. عملت قناة تانية للتيتشرز. فالقناة اقترحت الموضوع، خدنا اشتراكات بسيطة من الطلاب اللي عايزين يطلعوا في التلفزيون. قناة سمسم الفضائية كانت مشهورة جدا وقتها. والفلوس دي المدرسة دخل لها منها جزء، والقناة دخل لها منها جزء، وانا خدت جزء. وعملت برنامج تلفزيوني 10 حلقات على قناة سمسم الفضائية، موجودين حاليا على قناتي على اليوتيوب. فدي كانت نقلة برضو تانية. يبقى أول نقلة بقيت مدرب في المشروع الوطني لتدريب معلمين في المملكة.
تاني حاجه تي في شو. تالت حاجه ودي بقى الهانتنج بقى، يعني يمكن الاتنين دول حصلوا بدون ترتيب. انا رايح اعمل مقابله عشان اخد صلاحيه، شغلوني معاهم مدرب، وانا بعمل فيديوهات عادي كده اعلم الناس، لقيت واحد بيكلمني بيقول لي عايزين نعمل برنامج تلفزيوني. ده مش هانتنج. اللي جايه دي هانتنج بقى. سمعت ان في مهرجان اسمه الجنادريه في السعوديه، مهرجان سنوي معروف بيبرزوا فيه الثقافه بتاعتهم والتراث بتاعهم وكده، وكل سنه بيبقى فيه دوله اسمها الهوست كانتري، يعني بيبقى فيه دوله هم جايبينها يعني من بره. 2017 كانت الدوله دي كانت المانيا، ضيف الشرف كان المانيا. سمعت ان هم عايزين مترجمين في الجيرمان بوث ده، في المكان ده، مترجمين عربي انجليزي، انجليزي عربي، يعني ان التلفزيون بقى موجود والامراء والاميرات والملك بيروح يفتتح. فقلت ايه، ساعتها انا كنت شغال في مركز اسمه SBC، سعودي بريتش سنتر، وده برضو له قصه يعني. فبشتغل اخر اليوم من 4 ل 9 او حاجه. فقلت ايه، انا هسيب، كان 21 يوم الجنادريه دي، وكانت بعيده عني حوالي ساعه ونص رايح، ساعه ونص جاي. رحت عملت مقابله ان انا اشتغل مترجم، فقالوا لي انت معانا. قلت تمام، مع ان انا شغال في الSBC وجنب بيتي، ليه اروح ساعه ونص رايح ساعه ونص جاي لمده 21 يوم بدون حتى اجازات جمعه وسبت والكلام ده؟ وليه ابقى تحت ستريس؟ ليه ابقى في الجيرمان بوث وامير جاي واميره جايه والتلفزيون بيصور وفي مدير؟ ليه؟ بس كان حبا في الترجمه الفوريه. الكليه او بس اي ثينك ان حضرتك كنت في اداب. انا كنت في تربيه وفي اداب، وفي مره جبت في الترجمه ممتاز، يعني ما حدش بيجيبها. بس انا ما اشتغلتش في الترجمه، يعني انا ما اشتغلتش في الترجمه بس بحبها. فلما عرفت ان في ترجمه فوريه قلت ايه، لا هضيفها للCV. ورحت عملت المقابله، اتقبلت. بعد ما خلصوا المقابلات حوالي 20 واحد لقيتهم بيكلموني، قال لي احنا اخترنا 20 واحد مترجم، فيهم طلاب كتير وفيهم طلاب معاهم امريكان، اللي هو اقامه يعني امريكيه او كده، جنسيه، وفي مدرسين. فاحنا عايزينك تبقى السوبرفايزر بتاع فريق الترجمه الفوريه. بس لازم بقى تيجي تقابل الCEO الالماني، وتقابل الدكتور اللي هو كان اسمه العبيكان، اللي هو كان ماسك المشروع. وكان في مهندس مصري كان هو اللي بيدير كل ده. قال لي هتيجي تقابل الCEO الالماني في مكان، في فندق اللي هو مقيم فيه، وهتقابل الدكتور العبيكان في العياده بتاعته او المجمع بتاعه. رحت قابلت ده وقابلت ده وقالوا اوكي، وراحوا اختاروا 2 عشان انا مش هقدر ادير 20 واحد. البوث ده كان كبير جدا، يعني كان لا ما مش بوث، كان بافاليون، جيرمان بافاليون، كان كبير جدا. فقالوا انتوا 20 ده مش هيقدر يشيل كل ده وهيتعب. فراحوا واخدين لي واحد يرقص 10 وواحد يرقص 10، وانا ايه بتابع مع الاثنين وبتابع ال20. وكان 21 يوم من امتع ايام حياتي رغم المشقه. يعني كنت بطلع من المدرسه اغير، البس اللبس بتاع البافاليون ابيض في اسود، واخد العربيه واطير، وترجع الساعه 11 بالليل تنام وتصحى تروح المدرسه، وترجع من المدرسه تلبس وتطير. 21 يوم. سجلت نص ساعه مع KSA2، قناه سعوديه انجلش طبعا، كنت بتكلم فيها عن الجيرمان بافاليون والجنادريه فيستيفال والكلام ده كله. كان حوار كده لايف موجود فيه منه جزء عندي على اليوتيوب. وسجلت، ترجمت مع السفير، نائب السفير الامريكي، يعني كان المذيع يكلمنا عربي وانا اكلم نائب السفير انجليزي، وهو يكلمني وارد عربي. فكانت تجربه حلوه جدا. وكنت بوزع الناس كل يوم، انت هتبقى في المكان الفلاني، انت هتبقى هنا، انت هتبقى هنا. فدي كانت ثالث حاجه. الحاجه الرابعه من الفرص بقى، يعني مش عشان هي مدينه كبيره وفيها تحديات ان انت هتروح هتضيع، لا، مدينه كبيره وزحمه بس فيها فرص. دول 3 فرص منهم. الفرصه الرابعه كانت الSBC، سعودي بريتش سنتر. رحت، كانوا جنب بيتي، فرحت قلت لهم ايه، عايزين مدرسين لغه انجليزيه. قالوا مين؟ قلت لهم انا. طبعا واضح الريسبشن، واضح ان انا مصري. قال لا والله مش عايزين. فعرفت ان هم برضه واخدين موقف من المصريين. يعني اردني تمام، فلسطيني اوكي،
سوري ماشي، لقينا معاهم جنسيات بقى كنديان ويو كي وكلام زي كده. اعمل ايه؟ اسكت؟ لا. رحت على الفرع الرئيسي، قابلت مدير الفرع، قابلت واحد مهندس هناك اي تي، حبني كده من النظره الاولى. قال لي بص انت ابن عمتي، هدخلك دلوقتي للمدير الفروع وايه وتتكلم معاه. فانا قلت له يعني بلاش ابن عمتي دي، لا يكون هو اصلا يعني واخد موقف منك. ثانيه بس، ان هو واحد مصري قابلته كده فبتحكي له فقال لك قال لي بص انت ابن عمتي هدخلك دلوقتي لمدير الفروع. قلت له يا عم يمكن واخد منك موقف. الراجل ده كان منين معلش؟ ما اعرفش والله، بس جدع قوي والله ما اعرف. معايا رقم الواتساب بتاعه بس ما تواصلتش معاه من سنين. كان اسمه احمد. دخلني لمدير الفروع مستر احمد سعيد، مالوش في الانجليزي بس هو طبعا راجل محترم وبيدير. فقلت له دي السي في بتاعتي، وانا رحت الفرع اللي في الملز جنبي وقالوا لي احنا مش محتاجين. فهل يعني في فرصه؟ قال لي بص انا ما اعرفش السي في، ما اعرفش الكلام ده، انا مش متخصص، بس واضح ان انت حد كويس. طبعا كنت في الصين واشتغلت في سكاكا كذا وعملت كذا والجنادريه والتلفزيون. قال لي بس واضح ان انت حد كويس، فانا هكتب لك ورقه روح بيها الريسبشن واديها لهم بس. كتب لي ورقه، رحت بيها اديتها للشخص اللي قال لي ايه، كان شخص محترم وكل حاجه بس هو مش في ايديه، كان سوري. اديته الورقه بص فيها كده قال لي تمام طب اتفضل يا استاذ سعيد. رحت قاعد، راح مديني ليفل، هو قال له ايه جربه في ليفل. انا ما اعرفش، انا خدت الورقه جربه في ليفل دي، بفضل الله قعدت معاهم سنه ما شاء الله. يعني الطلاب كانوا بينزلوا التستر سيشن دي، ينزلوا واحنا عايزين نكمل معاه ليفل في ليفل ومجموعه في مجموعه. بدات ايه انتشر. عملوا سمر كامب للطلاب اللي هم الصغيرين الاطفال، كنت انا اللي شايله. وبعدين في 2 منهم من الولاد كان باباهم يعني كان هو ايه مدير التعليم الاهلي والاجنبي حاجه زي كده، وكان بيجي يشرف على المكان. ولما انا سبت المكان جالهم مخصوص قال لهم فين مستر هابي. انا ساعتها كانت الشهره حتى القناه اسمها ايه Learn English with مستر هابي سعيد. فقال لهم فين مستر هابي؟ فقالوا له والله هو مشي يعني سابنا يعني. لا ازاي وكيف ما يصير والاولاد يحبونا مدير التطوير مستر ابراهيم صديق معايا حتى الان يعني، وقتها كان هو ماسك المعهد كمدير يعني مدير اكاديمي. كلمني قال لي ما ترجع نحاول نكلم لك الناس في زياده وكلام زي كده وبتاع، بس انا خلاص كنت مشيت. اثبتت نفسي في المكان، عرفتهم ان المصريين كان دوت، والمدير اللي جه بعد كده مسك الدنيا كلها كان مصري. فاحنا يعني مش قليلين ولا حاجه، بالعكس. اتعلمت في المعهد ده ازاي ادير مكان فيه كورسات، ومن هنا بقى جت الانطلاقه. اديت كورسات في بيتي هناك، واديت كورسات اونلاين، وبعد كده فتحت بقى موضوع الايلتس وعملت جروب اسمه ايلتس فور ارابز. انا قبل ما اخش على الحته ديت انا في حته خدت بالي مهمه جدا في قصه حضرتك. حاجتين، اول حاجه ان في حاله من الاستمراريه مش طبيعيه بدات في الاول خالص. خلصت تربيه ما جاتش معايا، حاولت على اداب. جيت والله لقيت الدنيا مش ظابطه معايا في مصر، فطلعت على الصين. رجعت مصر، لا هي مصر مش ظابطه معايا، هطلع على السعوديه على طول. رحت مش عارف فين. اي حاجه بتيجي انا بشوف لها سكه تاني. فديت اي ثينك واحده على فكره، ديت حاجه من اكتر الحاجات. انا يعني ايه معافر بالظبط. فكره المعافره وفكره ان انت كل لما انت باب بيتقفل في وشك انا بخش في اللي بعده. هو ربنا سبحانه وتعالى اذا اغلق باب يعني فتح لك بابا اخر، وانت مش عارف الخير فين 100%. بس يعني انا دلوقتي ما كنتش ما اتمناش ان انا كنت اتعين في الجامعه وقتها. انا دلوقتي ما اتمناش. هنيجي للقصه ديت. بس الفكره كلها ان انت كل ما بيتقفل في وشك باب انا بخش في اللي بعده. ده حاجه من اكتر الحاجات. حاجه تانية خدت بالي منها فكره الاهتمام بالبيرسونال براندنج، واي ثينك حضرتك واحد من الناس المهتميه جدا بالبيرسونال براندنج من غير اعلانات وفلوس كتير بتدفع والكلام ده. هو كده يعني ايه حاجه تلقائيه ربانيه يعني ما شاء الله. I don't pay for it. ما بعملش اعلانات ولا بعمل سبونسرز ولا بدفع على الفيسبوك، مع ان ده مش صح. الصح ان انا ادفع واوصل صوتي للدنيا كلها، بس انا مش مهتم او مشغول يعني، فاهمني ازاي؟ فهو اللي بيوصل له صوتي كده رباني يعني تلقائي من عند ربنا، تمام. بس انا برضو كان عندي حاجه تانية خدت بالي منها
ان حضرتك من الناس ان البيرسونال براندنج فرق معاك جدا، سواء من اول قناه اليوتيوب اللي بعد كده فتحت لك فرص كتيره. مظبوط. فانا اي ثينك يعني ان حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي لازم التيتشرز يهتموا بيها هي فكره البيرسونال براندنج بتاعه، صحيح صحيح. اللي هي بتفتح له بعد كده فرص كتيره جدا خاصة لو انت للمستقبل. عندك حاجة تقدمها. انا كنت كاتب زمان طبعا قبل ما اسافر الصين، كنت بشتغل دروس في مصر، فكنت عملت مذكرة كده اسمها كيف تتفوق في اللغة الانجليزية في اولى وثانيه وثالثه وحتى في الكلية. وكنت بركز على، كنت دايما بقول للطلاب ايه الاختبار بتاعكم بتاع الثانوية العامة فيه 9 اسئلة، في 6 منهم ما لهمش علاقة بالمنهج، وفي 3 لهم علاقة بالمنهج. تعالوا نركز على ال6 اللي ما لهمش علاقة بالمنهج. وعملت مذكرة فيها وبقيت ادي كورسات مجانية للطلاب، وانتشرت وانا لسه في ثالثه ورابعة كلية. لكن كان في مدرسين عندنا في البلد بدأوا يحاربوني يعني، اللي هو لا ده لسه في ثالثه وفي رابعه وبيعمل كده فينا، امال لما يتخرج هيعمل ايه؟ فانا كنت عامل شغل جامد جدا في موضوع الدروس، وكان ممكن ابقى احد الحيتان اللي هو ايه يعني حوت اللغه الانجليزيه. بس هو سبحان الله ربنا كتب لي سكه تانية خالص، كتب لي ان انا ادرب معلمين اللغه الانجليزيه بفضل الله، الحمد لله. ما شاء الله. احنا كنت كاتب على مذكره المذكره دي كنت كاتب عليها ايه: لا تحسبن المجد تمرا انت آكله، لن تنال المجد حتى تلعق الصبر. كنت كاتبها لنفسي قبل الطلاب. ودايما كنت اقول ايه: ومن يتهيب صعود الجبال يعيش ابدا الدهر بين الحفر. فلازم تعافر، لازم تحاول، لازم تطلع. وما استعصى على قوم منالوا اذا الاقدام كان لهم ركابه. صحيح. فما شاء الله يعني انا ملاحظ دوت باين، يعني واضح ان الكلام ده باين على شخصيه باين على التجارب بتاعت حضرتك. بس انا هنا النهارده بتكلم، انا واقف في 2017 هي التريننج بوينت اللي حصلت من 2017 من 2015 ل 2018. ده الاربع حاجات اللي انا قلتهم دول سمول وينز حصلوا في ال3 سنين دول. دول سمول وينز اللي هيأدوا بعد كده للتريننج بوينت اللي هتحصل في 2017 و2018. بس احنا دلوقتي بنتكلم 10 سنين من التخرج. من 2000 لا انا متخرج 2005 وبعدين اتخرجت 2007. ما انا اتخرجت مرتين، تربيه 2005 اداب 2007. من 2005 من ساعه ما طلعت النتيجه الثالثه على الدفعه بعد المجهود الكبير جدا، قعدت من 2005 لحد تقريبا 2017 12 سنه بدون حصاد. شغال على نفسي وبتعلم وبعلم، بس هي بدون حصاد، وبدرب بدون برغم المجهود الكبير بس جدا، بدون شهاده قويه تميزني. انا برضو لما بشوف حد من المدرسين بيعرف نفسه ولاقيه كاتب حاجات كتيره جدا كلها حاجات حلوه، بس مش دي اللي هترفعك، مش دي اللي هتميزك، مش دي اللي هتخليك يعني ايه تو ستاند اوت يعني. طب ايه بقى التيرنينج بوينت اللي فرقت؟ التيرنينج بوينت كانت الدلتا 2018. كلمت واحد صاحبي هو في استراليا دلوقتي برضو، مش عايز اقول اسمه عشان الخصوصيه. قلت له كان شغال في مدرسه انترناشونال، وانا وقتها كنت لسه رايح مدرسه انترناشونال. فقلت له في ناس شغالين في معاهد وفي جامعات بياخدوا مثلا ايه 10 above واحنا بناخد 4 و5 والكلام ده، ايه الموضوع؟ فقال لي السلطه يا سيدي. السلطه دي وقتها ما كانتش مشهوره يعني، 2018 ما كانش لسه فيه الزخم اللي حاصل في مصر دلوقتي. الحمد لله الواحد يعتبر من الناس اللي عملوا زخم على التيتشر تريننج بروجرامز والبروفيشنال ديفلوبمنت والكلام ده كله، ما شاء الله. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب. في طبعا مدربين كتير زمايلنا افاضل، بس انا يعني واحد منهم، احسب نفسي واحد منهم اللي عمل زخم مش في مصر بس، في العالم العربي كمان وبره. احنا في ناس معانا في الكورسات بتاعتنا من باكستان، افغانستان، الجزائر، تونس، المغرب، فلسطين، من اليو كي حتى، يعني الحمد لله معانا ناس من كل حته يعني. بس اقصد مصر حصل فيها ايه؟ حصل كان في ركود في الحته دي، حصل الحمد لله يعني ايه تحريك للركود ده. فقلت له احنا ليه ناخد 4 و5 وفي ناس بتاخد 10؟ يعني هم يعني بيعملوا ايه؟ او هم متميزين في ايه؟ فقال لي السلطه. ايه السلطه دي؟ قال لي كورس كده من كامبريدج شهر وكون معاك الشهاده. قلت له طب ما ناخد السلطه. قال لي لا احنا لسه هناخد سلطه بقى، يعني احنا الاثنين نعتبر بقى خبره، يعني بقى لنا كام سنه شغالين، 12 سنه يعني خبره.
وهو ما شاء الله شاطر جدا. يعني هو هاجر استراليا وجاي كان جايب سكور كويس جدا في الايلتس، كان بيدرس سات في الامريكان دبلومه، فكان حد شاطر. قال لسه هناخد سلتا، احنا ندخل على الدلتا على طول. من هنا بقى جت الايه الغلطه. ما انا بقول غلطه ليه ومصمم ليه؟ عشان ما حدش يعملها. محدش يقول سعيد دخل على الدلتا من غير سلتا، يلا احنا كمان ندخل على الدلتا من غير سلتا. اوعى. انا عارف قصه الاغنيه بس مش هشيرها. ايه؟ انا عارف قصه الاغنيه بس نخليها لا secret اقولها عشان انا كنت لما الدنيا تلف بيا في الدلتا خدت مني سنتين من 2018 ل 2020. وحاجه اصلا دحيح من البدايه، معلش. وانا دحيح، انا تالت على دفعتي، والفرق بيني وبين الاول والتاني كسور. دحيح يعني، وبحب المذاكره الحمد لله، نوليدج سيكر يعني، وبحب المذاكره وبحب العلم. وكنت في العيد ما اخرجش واقعد اذاكر، انت متخيل؟ يعني عمي كان يدخل عليا يقول لي اطلع ويطفي النور ويقول لي اطلع، يقول لي عيد اطلع، وانا قاعد بذاكر. في اكتر من كده؟ مفيش اكتر من كده. ومع ذلك لما دخلت على الدلتا من غير بريبريشن، واقصد بالبريبريشن هنا سلتا او تفل او تيسل او فلت، اي كورس من الكورسات اللي تديك الايه البيسكس. انا خدت النصيحه من صديقي ده، هو ما كانش يعرف برضو، يعني هو ما ادانيش نصيحه مضلله، لا ده هو ما يعرفش، هو شايف ان احنا نستاهل ندخل على الدلتا. سنتين في الدلتا، كل ما اتزنق الف في الشقه واقول ايه، وانا كان مالي ومال الدلتا، ما كنت قعدت وخدت السلتا، وولادي يضحكوا وزوجتي تضحك، اللي هو فعلا انا كان مالي ومال الدلتا، ما كنت خدت سلتا وخلاص. يعني انا اقعد سنتين ليه في الدلتا واتعذب، واسافر تركيا واروح البريتش كونسل واختبر، ودلتا موديول 3، قصه كبيره. السلتا شهر وكنت اخد الشهاده واشتغل في جامعه او اشتغل في اكاديميه النكست داي على طول. يعني انا ليه عملت في نفسي كده؟ برضو كانت يعني ايه، كان المفروض تسال اكتر من حد. انا واخد بالي ان النصائح المضلله مبوظه الحياه. هي مش مضلله، صاحبي الاخير ده لا يعني هو حد امين جدا وثقه جدا، بس هو ده يعني النصائح الخاطئه مبلغ علمه، يعني هو شايف ان احنا مؤهلين انف ان احنا ندخل على الدلتا. فكنت بس عدت الحمد لله الدلتا، وفضل جوايا يعني ايه حاجه كده، احساس ان انا في حاجات فايتاني من ليفل 5، لان هم في ليفل 7 في الدلتا ما بيعلمكش، هو بيقول لك ايه، وريني انت هتعمل ايه، اختار درسك وجهز درسك ووريهوني، لو شافوا محتاج تعديل بسيط يقول لك موديول 2 يس 1 انت بتختبر. فدلتا في الدلتا تحديدا موديول 2 محدش بيقول لك اعمل كذا وتعمل كذا زي السلتا. فانا خلصت الدلتا وحسيت ان انا ايه، لا وانا شغال في الدلتا حسيت ان انا في حاجه فايتاني، هو ما اعمل ايه، قلت انا هاخد سلتا وخلاص. انت الدلتا تجب ما قبلها، يعني عارف زي التوبه تجب ما قبلها. فهو الدلتا خلاص ما ينفعش تنزل للسلتا، هتروح تاخد سلتا وتقول لهم انا دلتا سيرتيفايد 1 و 2 مثلا، كنتش لسه خلصت 3، بس انا حاسس ان لا انا عايز العلم بتاع السلتا، انا في حاجات كتير فايتاني عندي كده، نهم عايز احصل المعلومات دي. ربنا كرمني بواحد صاحبي كان بياخد كورس سلتا في مكان ما في تركيا، وبعدين كلمني قال لي انا عايزك تبقى معايا في السلتا واللي انت عايزه، يعني زي برايفت تيوتر. هو انا خلاص شويه وهبقى دلتا هولدر، يعني المفروض ان انا النوليدج بتاعتي اكبر منه. فقال انا عايزك معايا واللي انت عايزه، تعمل تشيك على الاساينمنتس، مش هكتب له اي، لو كان قال لي كده كنت بهدلته يعني. هو عارف، هو صديقه وعارف. قلت له يعني، قال لي ايه، تعمل تشيك، توجهني، اسالك سؤال ترد عليا. قلت له بص انا هعمل ده بس بشرط. قال لي ايه؟ قلت له مش هاخد منك فلوس. قال لي لا ده حقك وقتك وتعبك. قلت له اصبر مش هاخد منك فلوس، بس هاخد منك كل الماتيريال بتاعت الكورس عشان انا محتاج اذاكرها. قال لي تذاكرها ايه، انت متواضع قوي، انت دلتا. قلت له اتفقنا. قال لي اتفقنا. وفعلا فضلت معاه 3 شهور، كان بارت تايم كورس، بذاكر معاه كلمه بكلمه، مش بذاكر له، لا انا باخد الماتيريال بتاعه كل حاجه وبذاكرها. هو يسالني سؤال ارد عليه، يبعت لي اساينمنت ابص له عليها. عشت التجربه، انا سلتا تيوتر دلوقتي، بس عشت التجربه قبلها بثلاث اربع سنين، 4 سنين تقريبا، عشت تجربه ان انا برايفت سلتا تيوتر. وكان الهدف منها مش ان انا ابقى برايفت سلتا تيوتر، لا كان الهدف منها ان انا اكتسب العلم بتاع الايه، السلتا. عملت الكلام ده مع واحد تاني كان بياخد برضو كورس سلتا في المكسيك، بس ده كان مدفوع بقى،
اشتغلت معاه كده برضو، مش بكتب له ولا بعمل له اي حاجه، انا بتشيك بس. ده كان بيد. مم. فكده انا عملت السلته كام مره؟ كتير. مرتين. اه وزوجتي وهي بتعمل السلته بتاعتها هي باس بي ما شاء الله، ان شاء الله. في تركيا، وبرضو معاها ماجستير نفس الماجستير بتاعي، بباس وذ ميريت، ام اي في التيسل الحمد لله. وهي بتعمل السلته بتاعتها كنت برضو بذاكر معاها. الاحساس اللي هو ايه، ان انا عندي جاب، والجاب دي انا هملاها، مش هسيبها كده، مش هبقى دلتا هولدر وانا في حاجات واقعه مني. والحمد لله حصل. بعد ما خلصت الدلتا بقى قعدت 2 أو 3 بعمل كورسات تدريب مدرسين. طبعا وانا بعمل الدلتا من 2018 ل 2020 عملت برنامج على الفيسبوك اسمه ELT ستوديو، هاشتاج كده ELT ستوديو. استضفت حوالي 50 شخص من زمايلنا اللي موجودين على الساحه. ما شاء الله. 50 شخص، لو وريتك الصوره انا مجمعهم كلهم هتقول ايه ده، انت تعرف كل دول؟ كل دول طلعوا معايا في لايفات على الفيسبوك، تيتشر تريننج توبكس. فخلال الفتره دي انا ما كنتش مدرب، انا كنت بذاكر وبستعد للانطلاقه، وفي نفس الوقت بفيد بقى المدرسين بالايه، بشويه حاجات. فكان يجي لي طلبات كتيره جدا، احنا عايزين كورس اعداد للسلته، احنا عايزين كورس صوتيات، احنا عايزين كورس هاو تو تيتش ايلتس. كل انت عمال تزرع تزرع وانا مش تزرع راضي. تزرع. انا عملنا لك مجموعه، اقول لهم لا مش دلوقتي. مم. كنت رافض تماما ان انا اشتغل قبل ما ابقى دلتا هولدر والفول دلتا 3 شهادات، لان انت ما بتاخدش الشهاده الكبيره غير لما تخلص الايه، ال3 موديولز. بعد ما خلصت بدات اشتغل في تيتشر تريننج، صممت حوالي 4 أو 5 برامج. نقف هنا معلش. احنا بنتكلم احنا في 2020 2020 15 سنه على التخرج، 15 سنه على حلم الدكتور. 15 سنه بالنسبه لي اغلب شغلي في اماكن متوسطه، دخل متوسط. انا كنت انتقلت المدرسه انترناشونال امريكيه، كانت حلوه يعني، كانت مدرسه من المدارس اللي هي التوب في الرياض. ده بالنسبه لنا ده في 2018 تقريبا. رحتها 2018 وانا ببدا الدلتا، ومشيت منها 2022 تقريبا. فاحنا بنتكلم احنا في 2020 انا مضغوط ماديا جدا في الدلتا، مضغوط طبعا. نفسيا في الدلتا طبعا. مضغوط كل حاجه ضغط عليا. و15 سنه انا ضاعت مني انا حد كنت بيني وبين الفرص درجات او احلامي كانت درجات وراحت مني. كنت حاسس بايه ساعتها؟ هو انا طبعا مضغوط ماديا، ده حصل لان انا في الدلتا كنت باجز. لا وكنت انا كنت باجز يعني، بلغي شغل وباخر شغل كتير جدا. كنت بكتفي بالمدرسه بس واروح اذاكر عشان انجز، فما كنتش بشتت نفسي. ودي برضو يعني نصيحه لزمايلنا. كان مست اوبورتيونيتيز كتيره جدا وانكم. زمايلنا اللي بيبداوا دلتا وما يخلصوهاش ويقعوا في نص الطريق او يخلصها بعد 5 6 7 سنين، عارف ده ليه؟ عشان ما عندوش استعداد يضحي. مش عايز يضحي بشغل. نقول له مثلا اكتفي بنص الشغل بتاعك او 3/4 الشغل بتاعك عشان تقدر تخلص، يقول لك لا انا مش هضحي. احنا بنعمل كورس دلتا موديل 1 بقالنا 5 سنين، بنديه الساعه 9 بالليل حد واربع. فيجي حد يقول لي ايه، انا بخلص شغل الساعه 9. مش هينفع. ينفع تاخروا لنا الميعاد او تخلوه جمعه وسبت؟ اقول له لا ما ينفعش. لو ما عندكش استعداد تضحي عمرك ما هتبقى دلتا هولدر. دلتا هولدر there is no delta without sacrifice. هتلاقي اي حد دخل في الدلتا ضحى بوقت جهد فلوس. فانا كنت بوقف شغل الفتره دي. لما انا كنت دلتا هولدر و2 بكالوريوس وقصه كبيره الحمد لله من التدريس والاشراف والاداره. كنت وقتها بدرس في مدرسه امريكيه، بدرس جريد 4. احباب الله الصغيرين دول 2020 والدلتا 2020 ودلتا هولدر، وبدرس احباب الله اللي هم جريد 4. لدرجه ان كان في حد من زمايلنا يعني وصلني الكلام ما قالهاش في وشي، كان بيدرس في مدرسه امريكيه في هاير جريدز، فقال لهم سعيد معاه دلتا وبيدرس في مدرسه ابتدائي بيدرس جريد 4. عملت له ايه الدلتا؟ عادي. انا وقتها كنت بعمل ايه بقى؟ انا فضلت قاعد في المدرسه دي 4 سنين ونص. ليه؟ لان انا اخر 2 سنين فيها انا كنت فهمتها خلاص، كنت خدت وضعي فيها،
وهايلي افكتيف في التقييم بتاعي. في اخر سنتين استغلتهم في ايه بقى؟ ان انا بقى عندي وقت ان انا تو ديزاين اند ديليفر كورسز. عملت سيلتا سبورت، عملت فوناتكس اند فونولوجي، عملت هاو تو تيتش ايلتس، عملنا دلتا موديول 3 وعملنا دلتا موديول 1. فصممت كورسات من الالف للياء، وعملت كل كورس فيهم يعني 5 6 7 10 راوندات. عشان كده انا كنت قاعد في المدرسه، ما انا كان ممكن اروح تحدي جديد بس يشغلني بقى، ما يخلينيش اعمل حاجه لنفسي. فاهمني ازاي؟ فانا عادي، انا بدرس جريد 4 بس انا اخر اليوم انا تيتشر ترينر. يا باشا تضحيتي يا باشا، ده انا واخد فرحي وانا في الصين. ده انا ما حضرتش فرحي. فلا تضحيات ده. انا ابو التضحيات. انا كنت بروح من المدرسه الساعه 1:30 مثلا 2، انام ساعتين 3 عشان افصل وانسى الاطفال. واصحى اقابل بقى، يعني اقل حد كنت بدرسه في الايلتس كان طالب في تانية ثانوي وثالثه ثانوي. كل المجموعات التانية كانوا تيتشرز. فانت الصبح بتدرس جريد 4، انت بالليل بتدرب مدرسين وبتدرب ايلتس. فانا كنت لا، ما كنتش بضيع وقت. يعني مش ان انا قاعد في مدرسه انت انا بقى خلاص الكومفورت زون وان انا مش عايز اسيبها، لا 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 لا، ولا ان انا بقى معايا دلتا بقى لازم اشوف مكان تاني، لا لا لا، انا معايا دلتا، انا كده تيتشر ترينر. طيب هبقى تيتشر ترينر ازاي؟ يا اما هشتغل عند حد، يا اما هديزاين اند ديليفر ماي اون كورسز. ونجحت في ده الحمد لله، عملت اسم كويس جدا. جيت في فتره طبعا بالدلتا وانا في المدرسه الانترناشونال، قدمت في البريتش كونسل كاكزامينر واتخذت الحمد لله. انا معاهم بقالي 4 سنين كاكزامينر. فكان في نجاحات للدلتا، يعني مش مجرد ان انا خدت الدلتا وبدرس جريد 4، لا، انا خدت الدلتا بقيت اكزامينر في البريتش كونسل، بقيت تيتشر ترينر في ماي اون اكاديمي، بقى ليا اسم الحمد لله كويس جدا في مصر والعالم العربي بل في العالم كله. فانا مش بضيع وقت. وفي حاجه كمان، خدت وقتها educational management، خدت ترين ذا ترينر بعد الدلتا، وخدت الماجستير. كل ده وانا فين؟ في المدرسه الانترناشونال اللي هم بيقولوا ايه ده سعيد لسه بيدرس جريد 4 مسكين. وانا بعمل حاجات تانية، بجهز للانطلاق. هو في سهم بيطلع كده ولا بيتشد لورا عشان يطلع؟ صح. فانت الانطلاقه بتاعتك قوتها هتيجي من الايه؟ من الشده دي. لو عملت كده هيقع، لكن الشده دي هينطلق. فانا قاعد في مدرسه انترناشونال بجهز نفسي للانطلاقه الكبيره. خدت الماجستير. احنا كده بس خلصنا الدلتا في 2020. الدلتا وتدريب المدرسين لغايه 2023 استقريت كمدرب معروف، عندي كذا كورس وشغال راوند ورا راوند ورا راوند والحمد لله، وفي ثقه. ليه بقى الام اي؟ ايوه، ليه بقى الام اي؟ ده سؤال جميل. فاكر 2005 2007 حلم ان انا ابقى معيد في الجامعه وان انا ابقى مدرس في الجامعه وكلام زي كده لسه موجود. خلاص انا بقيت اكزامينر في البريتش كونسل وبقيت تيتشر ترينر، بس في حاجه انا عايزها من زمان قوي مش ناسيها، ان انا ابقى مدرس في الجامعه. كلمت واحد صاحبي برضو مش عايز اقول اسمه عشان الخصوصيه، قلت له بص انا ماديا مستنزف ومرهق، كان جالي فتره كده صداع نصفي ما كانش بيروح، تاخد حبوب ما يروحش، تشغل المكيف عليه يروح، يعني ستريس ما فيش بعده ستريس. طبعا انا مرهق ماديا ونفسيا وعايز استريح. هو كان بيشجعني يعني، فمش عايز اعمل الماجستير السنه دي، عايز اخليه للسنه الجايه. متوقع انه هيقول لي ايه؟ خلاص بقى مرهق ماديا ونفسيا، انت تعبت فتره طويله فريح لك سنه سنتين. بالظبط. انا كنت مستنيه يقول لي كده. قال لي اذا هبت رياحك فاغتنمها. اذا هبت رياحك فاغتنمها يعني ما ريحش. عايز اريح. 2018 ل 2023 عايز اريح. 5 سنين تعب صعبه يعني. احنا دلتا سنتين وكورسات تدريب مدرسين 3 سنين، وكمان تدريس الصبح وضغط نفسي وضغط مادي وتدريب مدرسين وبعدين انت بالديزاين انت بالديزاين الكورس وبالديليفر. فعايز استريح. قال لي اذا هبت رياحك فاغتنمها. رحت مقدم على طول، دافع 1000 استرليني ومقدم في ماجستير في جامعه ساندرلاند في اليو كي، MA in TESOL اللي هو Teaching English to Speakers of Other Languages. طبعا دي جامعة من الجامعات المعروفة العريقة يعني. الماجستير ليه بقى؟ عشان اشتغل فين؟ في جامعة. الحلم القديم، الأولد دريم. فدخلت الماجستير. طبعا كنت محظوظ الحمد لله في الماجستير ان انا دلتا هولدر،
الجامعه دي كانت عامله كده زي بروتوكول مع جامعه كامبريدج ان اي حد معاه دلتا بيخصموا كريدتس 60 تقريبا، و ما بتاخدش كل حاجه في الماجستير. الماجستير كان متقسم سيرتيفيكت فيز 3-4 شهور، دبلومه فيز طويله شويه، والديسرتيشن فيز 3-4 شهور. فقالوا لي بما ان انت دلتا هولدر مش هتدفع الرسوم كامله، كان 7,500 جنيه استرليني. قال لي هتدفع 5 بس او 5.5 وعلى اقساط، ومش هتدرس السيرتيفيكت فيز. 3-4 شهور دول انت هتريح 2 موديولز، كل موديول 2 assignments، انت معفي. تستنى لما زمايلك يخلصوا ويوصلوا عند الدبلومه فيز تبدا معاهم. فكنت محظوظ في الفلوس وفي المذاكره، الحمد لله ريحت شويه. جميل. دخلت على الماجستير، عملت الدبلومه فيز، دخلت على الديسرتيشن فيز. كنت ساعتها يعني متشبع قوي بالايلتس، انا بدرب ايلتس من 2016 ما شاء الله. وعندي جروب اسمه ايلتس فور ارابس. انا عارف الجروب 113,000 فيه، رغم ان انا مش ما بنشرش مهتم بيه. عليه خالص. وبدي كورس ايلتس يعني، زمان كنت بديه 4 مرات في السنه، دلوقتي مرتين بس لان مش فاضي. فبعت عنوان الرساله للمشرف ان انا هعمل حاجه في الايلتس ريدنج، فقال لي ذاتس ا برود توبيك، ابعد. قال لي مش هيتلم في ديسرتيشن. طبعا هما في اليو كي بيسموا الماجستير الرساله ديسرتيشن، في مصر بيسموا رساله الدكتوراه ديسرتيشن، والتانية ثيسز اللي هي بتاعت الماجستير. اليو كي العكس. فقال لي لا ده موضوع كبير ومش هيتلم يعني. فجيه في بالي بقى ايه، الايلتس خلاص، البروفيشنال ديفلوبمنت. فاقترحت عليه، قلت له عايز اعمل حاجه في البروفيشنال ديفلوبمنت، teachers attitude towards professional development. قال لي حلو بس صغره، narrow it down. قال لي مثلا خليها school English teachers attitude او university English teachers attitude towards professional in the Saudi Arabian context. فضفت حته في الاول، ضفت حته في الاخر، صغرت الايه السكوب بتاع الرساله. فقال لي تمام ابدا. عملت بروبوزل، جبت تقريبا في 97% 87% اللي هو ديستنكشن، وبدات الرساله 3 شهور 15,000 كلمه تقريبا، حاجه زي 60 صفحه يعني. بدات الرساله وانا شغال في المدرسه الانترناشونال، شغال في البريتش كونسل كاكزامينر في الويكند يعني يوم السبت او حاجه، وبدي الكورسات بتاعتي. اول ما بدات الديسرتيشن عملت اعلان على الفيسبوك، قلت لهم كل الكورسات دي غير متاحه، اللي متاح بس دلتا موديول 1. استنوني بقى عشان انا ايه بشتغل على الرساله دلوقتي. في الفتره دي تعبت، ظهري تعبني. كنت بتعلم سباحه ورحت حمام سباحه لوحدي بعد ما اتعلمت شويه كده، وعملت حركه معينه وانا بسبح في ايه، فحصل شنكله بقى في كل كتفي برقبتي، فضلت فتره تعبان. رحت اكشف، فدكتور القلب قال لي ايه، طلعني على الجهاز اللي هو بتاع قياس الجهد ضربات القلب بالجهد. في 8 دقايق، ما كنتش بتمرن بقى يعني ايه، قاعد بطه بلدي بقى بذاكر 8 دقايق وقلت له وقف، رجلي شدت. فهو وقف، قال لي بس انت كده عندك ايه، انسداد في الشرايين، انت عايز دعامه، وواضح ان انت عندك مشكله. قلت له بس انا صدري ما تعبنيش، ده رجلي بس. قال لي لا انت كده محتاج قسطره. ده كان وقت الرساله. يعني كنت بخلص من المدرسه اروح انام شويه واطلع على المستشفى اقعد فيها بال3-4 ساعات. 3 شهور وربنا كرمه كبير، جبت ديستنكشن في الرساله دي، ومن جامعه بريطانيه، انا وواحد كمان بس في الكوهورت كله. يعني انا كنت بقول يا رب انجح، يا رب بس الفلوس ما تروحش عليا وما يبقاش شكلي وحش، انا عايز باس. حتى صاحبي ده البريطاني ده اللي كان معايا كنت بقول له ايه I just want to pass، لما يكلمني اقول له انا خلاص تعبت I just want to pass. الحمد لله I passed with distinction، 73% ده distinction. والحمد لله ما طلعش فيه حاجه في القلب يعني. عملت خدت 3 شهور كده ظبطت فيها الاكل بتاعي، بقيت اكل يعني اكل هيلثي، وعملت دايت وكلام زي كده، وبقيت اتمرن. ورحت عملت الاختبار ده تاني، ما حصلش حاجه، جريت 12 دقيقه على السير. قال لي ما دام ما مسكتش الحته دي يبقى انت تمام، بس لو انت شاكك اعمل ايه، اعمل اشعه مقطعيه بالصبغه. دي كانت عذاب، عملتها. قالوا لي لا مفيش حاجه الحمد لله، امشي، ده ظهرك هو اللي مسمع قدام. الشاهد ان انا في الفتره بتاعت كتابه الرساله انا ما كنتش رايق،
ما كنتش قاعد كده ايه حط رجل على رجل في التكييف وقاعد بكتب الرساله، لان في ناس متخيلين ان ايه لما مثلا عبد الرحمن يوصل لحاجه ان عبد الرحمن محظوظ مثلا او الظروف كانت مهيئه له. ما يعرفوش مثلا ان عبد الرحمن داس على ما وشه. بينامش مثلا او بيتبهدل في مشاوير عشان خاطر يوصل اللي هو وصل له ده. لا يعني سعيد مثلا كذا في السعوديه دلتا اصل الظروف ماشيه معاه حلوه. ما يعرفوش البهدله اللي انا عشتها في الدلتا، ما يعرفوش البهدله اللي انا عشتها في الماجستير. انا قاعد في المستشفى مش عارف اكتب حاجه، ولازم اسلم في وقت معين، والصبح في مدرسه وما بنامش، وجالي صداع نصف ما بيروحش. كل ده في ناس بتستكتر عليك النجاح اللي هو اصل هو محظوظ او اصل هو معاه فلوس. ما يعرفوش ان انت مضحي اصلا بفلوس وانت اصلا ما انتش لاقي يعني ايه تعمل الاساسيات بتاعتك لان انت مضحي. ما هو انا حاجه من الاثنين، يا هكمل شغل واجيب فلوس يا هذاكر واجيب فلوس بعدين. فاهمني ازاي؟ فانا كنت بوقف واذاكر وخلاص بعدين دي عند ربنا بقى. فالحمد لله كانت تجربه شيقه جدا. بعد ما خدت الماجستير انا ليه بقى برضو خدت الماجستير؟ لان انا رحت جامعه كنت عايز اشتغل فيها في الرياض، فقالوا لي احنا لسه مخلصين المقابلات الاسبوع اللي فات والستاف كومبليت، لو كنت جيت يعني كنا عملنا معاك مقابله، بس دلوقتي خلاص تعالى السنه الجايه. رحت السنه اللي بعدها مم. قالوا لي في قرار او قانون من المجلس الاعلى للجامعه من التعليم العالي، وزاره التعليم العالي في السعوديه، ان اللي يشتغل في الجامعه حتى لو بيدرس سنه تحضيريه، يعني الطلاب بتوع سنه اولى دول لازم يكون معاه ماجستير. قلت له شكرا سلام عليكم، خدت بعضه ومشيت. فده كان برضو ايه، لا انا ده كان واحد من اهم الاهداف ان انا عايز انا هاخد ماجستير. خدت الماجستير، والجامعه اللي رحتها مرتين دي سبحان الله رحت جامعه تانية خالص، جامعه الملك سعود. مم. وبعدين بعد سنه في جامعه الملك سعود استقلت ورحت الجامعه اللي انا رحتها مرتين زمان، اللي هي جامعه اليمامه. جامعه الملك سعود جامعه حكوميه، جامعه اليمامه جامعه خاصه. رحت جامعه الملك سعود ازاي؟ قدمت كذا مره ما ردوش عليا. وانا هناك في مره مع البريتش كونسل في شغل قابلت واحد من عماده الجامعه، مم. وكيل او حاجه سعودي، اتعرف عليا الاخ مصري. انت شغال مع البريتش كونسل؟ طيب انت فين؟ قلت له انا في مدرسه انترناشونال. معاك ماجستير؟ الشهاده هتيجي بعد شهر. راح رافع التليفون مكلم الشركه اللي ماسكه التعيين في السنه التحضيريه، اوت سورسنج يعني مش الجامعه نفسها. مم. تاني يوم بعتوا لي اوفر، طلبوا مني فيديو عملته دقيقتين، بعد كده ودوني انترفيو كده خد 13 دقيقه وقالوا لي تمام اشتغلت في جامعه الملك سعود. ازاي؟ مش من خلال السعي اللي انا سعيته. انا قدمت مرتين او ثلاثه وليا صديق هناك قدم لي، محدش رد عليا. جت ازاي؟ وانا مع البريتش كونسل في يوم في رمضان وصايم قابلت واحد اتعرف عليا، رفع سماعه التليفون كلمهم بعتوا لي اوفر. انت بتجري في اتجاه عشان تحصل حاجه معينه وما تحصلهاش، فربنا يجيبها لك بطريقه تانية خالص بسيطه بعيده عنك، عشان يقول لك انت ايه مهما عملت مش هتوصل لحاجه غير ايه، غير اللي ربنا كاتبها لك. سبحان أنا الله، عايز وبالطريقه اللي أقف هنا. ربنا كاتبها لك. انا عايز اقف هنا. انا النهارده بتكلم 2024. اه اول 2025 اول كلاس دخلته في الجامعه 2024 صح؟ اعتقد السنه اللي فاتت 2024 اول مم. مره اتقالك يا دكتور. الطلاب بقى طبعا دكتور 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 دكتور، فانت يعني برستيجك عالي بقى. 19 سنه 19 سنه على ما تقال لي دكتور يعني على ما رجعت اللقب. يعني حسيت بايه؟ لا كنت فرحان جدا. فكنت بقول لهم في اللايف يعني من احسن الحاجات ان انت الطلاب يقول لك يا دكتور، فانت بتحس ان انت ايه، انا تعبت في الماجستير بيتقال يا دكتور. طبعا باعتبار ما سيكون يعني ان شاء الله تفاؤلا بالخير، تقديرا للمجهود اللي انت عملته في الماجستير. يعني هو يعني كومبليمون لطيف، يعني عارف مجامله لطيفه رقيقه، لان انت مم. مش بي اتش دي هولدر، فلما حد يقول لك يا دكتور سعيد فانت بتحس بايه، لا بس انا بتكلم على الحلم بتحس ان اللي قدامك الحلم ده اللي من بيقدرك يعني. 19 سنه 19 سنه مستر سعيد مستر هابي. ماجستير جامعه الملك سعود. بعد كده طبعا كنا بندرس في جامعه الملك سعود الاي اي بي اللي هو انجلش فور اكاديميك بيربسز، وبعد كده في جامعه اليمامه حاليا بنشتغل البروجكت بيست ليرنينج بي بي ال.
بس في بقى حاجه مهمه جدا اللي هو ايه سيلتا تيوتر. بس انا الفكره كلها، انا حسيت ان حضرتك تجاوزت، يعني في جزء كبير جدا من حديثنا كان على فكره ان انا عايز ابقى دكتور، فانا تعبت قوي فيه. انا مش عايز ابقى دكتور عشان اللقب. يعني انت عارف اي طالب شاطر بيبقى داخل الجامعه بيبقى نفسه يتعين في الجامعه، مم. بغض النظر عن كلمه دكتور. يعني هي كلمه دكتور مش هي الوسام يعني. في ناس كتير بيتقال لهم دكتور ومعاهم ماجستير ومعاهم دكتوراه، لكن هم بسطاء يعني في العلم برضو مش في الشخصيه. فيعني الموضوع مش لقب. وفي ناس كتير مش معاها القاب لكن يعني علماء في الحته بتاعتهم. يعني سكوت ثورنبري مثلا مم. he doesn't have a PhD. مين هو سكوت ثورنبري؟ في يعني حد ما يعرفوش. في مدرس لغه انجليزيه في العالم ما هو لو يعرفوش؟ ما يعرفوش عنده مشكله. مشكله مش سكوت، مشكله فيه هو اللي ما بالظبط. يعرفوش. فهم كانوا لما عملت ويبينار في منحه ستيب تبع مونجلش وايديوليكسا، مم. الفيدباك كان رائع جدا. سكوت كان موجود وانا كنت موجود، وبيتر هولي وبيتر واتكنز، ناس كبار جدا عمالقه. عارفهم طبعا. فالناس قالوا لي ايه انت ايه هنسميك ايه سكوت العرب. السيشن بتاعتي كانت يعني الرساله بتاعتي كانت عن البروفيشنال ديفلوبمنت، والسيشن دي عملتها عن البروفيشنال ديفلوبمنت. فكانت سيشن جامده جدا وموجوده على قناتي على اليوتيوب. فالناس كانوا يعني ادوني احساس كده اللي هو ايه انت سكوت العرب خلاص. بفضل الله الحمد لله يعني. الحمد لله. فهو مش اللقب. يعني انا ما كنتش عايز اتعين في الجامعه وابقى معيد عشان دكتور سعيد، لا انا كنتش اعرف. انا دخلت الجامعه عايز ابقى معيد مش عشان دكتور ولا حاجه. بعد كده رئيس القسم لما 4 سنين يقول لي دكتور سعيد وزمايلي مدكترني واشرح للطلاب بتوع تانية واولى ومش عارف ايه لزق فيا. دكتور دكتور دكتور، الحلم كبر جوايا وفجاه راح. فلما استعدته تاني لما خدت ماجستير واشتغلت في جامعتين الحمد لله من افضل الجامعات في الرياض، الملك سعود واليمامه، لا يعني ال 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 ايه يعني الحلم رجع. حلم السنين اللي حلمته اتحقق. هنغني. كام سنه من 2005 او 2005 ل 2025، يعني تقريبا انت بتتكلم في 18 17 سنه. فالحمد لله السيلتا تيوتر بقى. انا الحمد لله سيلتا تيوتر من السنه اللي فاتت ما شاء الله. ففي ناس كتير يقول لك ايه انت سنه الفتح بالنسبه لك 2024 مش عارف كل حاجه ما شاء الله. مش الله عارف. يبارك يعني. لا انا كان في فتح 2020 كان فيها فتح لما خلصت الدلتا وبدات الكورسات بتاعه تدريب المدرسين. كان فتح كبير. بس انت قصدك الحاجات الرسميه بقى اللي هو يعني في ماجستير احلام وجامعه كبيره، مسار اكاديمي بقى بدا بقى ان هو ايه يجي بقوه في 2021 اشتغلت في البريتش كونسل. فلا كان في فتوحات الحمد لله. الحمد لله. السيلتا تيوتر انا مخلص دلتا 2020، فالمفروض ان انا اي حد بيخلص دلتا موديول 1 ودلتا موديول 2 بيعمل ايه؟ بيدور على مكان يدربه يبقى سيلتا تيوتر. على فكره في سيلتا تيوترز كتير انا اعرفهم وفي مصر معاهم دلتا موديول 1 و2 بس مش معاهم موديول 3. فهم موديول 1 موديول 2 يتدرب يبقى سيلتا تيوتر، بس يلاقي مكان. اهم حاجه يلاقي مكان، يعني مش كل السيلتا سنترز عايزين يدربوا ناس ومش اي حد يدربوه، وفي عهود ومواثيق بقى واتفاقات وقصص كبيره ولازم يتوافق عليك بقى من السوبرفايزر بتاعك ومن الاسيسور بتاع كامبريدج ومن التشيف اسيسور، وقصه كبيره. انا خلصت الدلتا كامله في 2020 21 22 23 واوائل 24. ما كنتش سيلتا تيوتر ولا فكرت ابقى سيلتا تيوتر. كاتبها عندي في الاحلام في التخطيطات، بس ما سعيت لهاش. ليه؟ خدت educational management، خدت train the trainer، عملت ماجستير، صممت كورسات وبقى ليا اسم في السوق. فانا مش عايز ابقى سيلتا تيوتر دلوقتي، لان سيلتا تيوتر دي مفرمه كميه تايبنج غير عاديه. يعني البارت تايم كورس مثلا جمعه وسبت، انت بتفضل بقيه الاسبوع بتكتب وبتصحح وبتبعت وبتعمل. فانت you will sell your whole life to the Celta. فانا مش عايز اعمل كده. انا عندي حاجات تانية عايز احققها قبل ما ارمي نفسي في بحر الايه السلتا. 2024 بقيت سلتا تيوتر
جالي اوفر من مركز بريتشي، اخويا شادي ابو يوسف، قال لي من غير حاجه خالص، مش هناخد منك حاجه خالص. طبعا انت عشان تقدر تبقى سيلتا تيوتر لازم تدفع للسنتر 1200 دولار او 1200 استرليني حاجه زي كده، وممكن يشغلك كمان راوند او 2 بدون ما تاخد فلوس. ده قال لي مره و2 و3، وانا يعني انا ايه كنت برضو مش عايز ابقى سيلتا تيوتر دلوقتي. مره و2 و3 وافقت، بقيت سيلتا تيوتر. اشتغلت 2 راوندز كسيلتا تيوتر رسميين يعني الحمد لله، بعد ما خدت الفيريفيكيشن كل راوند 3 شهور. فبرضو الحته دي بلاش استعجال. يعني سيلتا تيوتر لسه مخلص دلتا، ولا سيلتا تيوتر بقاله 10 سنين سيلتا تيوتر؟ اكيد في فرق صح. مع احترامي حتى لو انت شاطر ومجتهد، فادي لنفسك فرصه تتعلم. انا دايما كنت بحب الحته دي. اتعرض عليا كتير ان انا اشتغل كورسات وانا بعمل الدلتا من 2018 ل 2020، وانا كنت بقول لا، not now، ليس الان، لغايه ما امسك الشهاده في ايدي. ومسكت الشهاده في ايدي وانا واخد سيلتا بشكل غير رسمي، بذاكر مع ناس، لان انا ما خدتش سيلتا، I'm not a سيلتا يعني certified teacher. انا دخلت على الدلتا على طول. والسيلتا نفس الكلام، اول راوند عملته في السيلتا كان في كانديديت قالوا ده ممكن باس بي باس اي، وانا كنت المسؤول عنه في السكند هاف اوف ذا كورس تي بي 5 6 7 8. فانا اللي بحط البروفيشنال جريد اللي كامبريدج هتصدق عليه. اديته باس اي، فقالوا لي انت هتفتح على نفسك نار جهنم. قلت لهم ليه؟ قالوا لي this is your very first course as a CELTA tutor. فانت اصلا بيتشيك على شغلك عشان الاسسر يشوف انت ماشي صح ولا لا. تقوم كمان تدي الواحد باس ايه 2-3% في العالم اللي بيجيبوها، ده كده هيدخل بقى يشوف شغلك ويشوف البورتفوليو بتاع الشخص ده. والله ما عنديش مشكله، انا هديله باس ايه يستاهل. الاسسر دخل وشيك، قال لنا ايه بقى في الفيدباك سيشن؟ قال ان الشغل بتاعه كويس والفيدباك كان اميزنج كومبريهنسيف وكلام زي كده الحمد لله. والناس دخلوا معاه في الفيدباك سيشن اتكلموا كتير عني بفضل الله. لكن شادي كلمني يوم الجمعه وانا نازل اصلي، قلت بس في مصيبه حصلت، لان انا عارف ان الاسسور قاعد مع المتدربين. لقيت شادي بيكلمني وانا نازل اصلي، قلت بس في مصيبه حصلت. لقيت بيقول لي لا ده انا بكلمك عشان ده حقك، وعشان اقول لك افرح، الناس بتتكلم عنك، واخدين القعده عنك. سعيد 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 ما شاء الله، وانت تستاهل كل خير. قلت والله حبيبي الف شكر وربنا يكرمك. نزلت اصلي بقى وانا منشكح بقى كده. فده ليه؟ ما انا كان ممكن ادخل اول كورس كسيلتا تيوتر واخبط واعمل مشاكل، بس انا اديت لنفسي فرصه ان انا اتعلم. learning takes time. في ناس كتير مستعجلين، ياخد كورس تفل ويقول لك انا بقيت تفل تيوتر. طب او ياخد سيلتا يبقى تفل تيوتر. طب انت عملت ايه؟ انا في كورس التفل بتاعي معايا زملاء شغالين تفل تيوترز في الكورس بتاعي، بس وانا بعمل اعلان عشان اجيب ناس قلت شرط ان هو يكون باس بي او باس اي في السيلتا. مع ان احنا دايما بنقول للمتدربين ان الجريدز يعني do not matter، بس do not matter as a teacher. لكن لما هتبقى teacher trainer او تفل تيوتر، لا انا عايز حد باس بي او باس اي. وفعلا كل اللي شغالين معايا باس بي باس اي، او حد معاه دلتا موديول 1 بميريت. ليه؟ لان هو حد واخد سيلتا بهاير جريد وشغال مع حد بيدربه بيعلمه بيعرفه هيعمل ايه. فنصيحة لزمايلنا الصغيرين، ما تستعجلوش، take time. مش تخلص حاجة وتحط نفسك في حتة كبيرة قوي عليك، دي مشكلة كبيرة. انا عندي سؤال هنا بقى مهم جدا. يعني احنا اتكلمنا دلوقتي على حوالي 20 سنة من الخبرات. بالظبط 2005 2025 بالظبط 20 سنة من الخبرات. سنة شايف ان هي اصعب ما فيها ان في فترات طويلة جدا بدون حصاد. I think لو احنا لخصنا كده في 4 كلمات، ايه اكتر 4 حاجات فرقوا في حياة حضرتك اللي وصلك لكل اللي انت فيه النهاردة؟ اول حاجة خالص ان انت تبقى دايما بتحاول، محاولة، زي ما بيقولوا كده ايه يعني never give up. never give up. انا دايما بحاول. يعني معروف عني كده ان انا متفائل، اللي هو ايه في اكحل الظروف وتبقى الدنيا متطربقه وتلاقيني مبتسم. فزمايلي حتى كانوا انت يعني تبقى الدنيا متطربقه وانت مبتسم،
كل واحد ليه نصيب في- من اسمه. في الحمد لله يعني الحمد انا لله. متفائل دايما، عندي يعني امل في المستقبل. دايما بحاول ما بيأسش. زي ايه، انا ابن مصر دي كنت بشغلها وانا في يعني إيه، انا ابن مصر، انا ضد الكسر. انا والله كنت بحسها ان انا لا، انا مش هقع، انا هكمل. انا دي صعبة بس هحاول. انا مش فاضي بس هشوف. يعني عارف، يبقى المحاولة، الإصرار، العزيمة، الأمل، التفاؤل، التضحية، إنك ضحي بوقت، ضحي بجهد، ضحي بفلوس. أنا بعد ما خلصت التدريب بتاع السلتا، إن أنا أبقى كنت ترينر إن تريننج 3 شهور وقبلها شهر. بعد ما خلصت التدريب بتاع السلتا جالي مشكلة في ظهري في أسفل العمود الفقري، فضلت معايا حوالي سنة ونص بسبب إن أنا قعدت في مرة أخلص تاسكات. كان الكورس هيبدأ تاني يوم وانا كان عندي حاجة لازم اخلصها في البري كورس تاسكس. قعدت في الجامعة، ما كانش فيه محاضرات وقتها، قعدت في الجامعة من الساعة 7 الصبح او 8 الصبح لغاية اذان الظهر. انا ناسي نفسي لغاية ما الاذان اذن، رحت ايه قايم، وانا بقوم رحت عامل كده سنة ونص حاطط ايدي كده. ففي حاجات كتيرة جدا، تفاؤل، الامل، التضحية، الصبر، الاخذ بالاسباب حتى لو انت ما انتش شايف النتيجة. طب هل في بقى حاجات عملية مثلا، شهادات عملية شايف ان هي اي حد لازم ياخدها عشان يحصل الديفرنس في حياته؟ انا قلت لك من شويه ان فيه زملاء كتير بشوف البايو بتاعتهم او السي في، الاقيها كلها ايه، يعني كورسات حلوه، ما نقللش من حاجه، ما نقللش من اي ليرنينج اكسبيرينس يعني. بس فين الكورسات التقيله؟ فين مثلا ايلتس باند 7.5 او باند 8؟ فين عشان فين تثبت لي السلتا، انك فين مستواك الدلتا؟ سي 1 مثلا؟ مم. فين تفل او تيسل او سلتا؟ فين دلتا او دلتا موديول 1 او دلتا موديول 1 اند 2؟ فين الماجستير؟ في حاجات كده بيبقى ايه، عارف، بيبقى كورس بدل ما تقعد مثلا تتكلم مع واحد تقول له انا معايا كورس كذا ومعايا كورس كذا وخدت كذا وبعمل كذا، مع ان كل ده كويس. لا، انت هتقول له انا دلتا هولدر مثلا، خلاص، او انا معايا ماجستير في تيسل خلاص. عشان كده اللي بيعمل ريكروتمنت بيقول لك بياخد من 3 ل5 ثواني علشان يقرر السي في دي to be discarded ولا اللي هو to be considered. مم. يعني يعمل لها اللي هو السكريننج او يس، سكريننج فيز. 3 ل5 ثواني، متخيل دي؟ مم. لان الجامعه مثلا اللي انا رحتها الاخيره دي كان في 300 ابلكيشنز. هو بيدور على كام حاجة، عندك دلتا، عندك سلتا الى اخره. فهل مثلا طريقه السي في، طريقه كتابه السي في نفسها، هو قال احنا المدير بتاعنا حد يعني مرن جدا وشاطر جدا ما شاء الله عليه، قال كان في 300 ابلكيشنز، خدناكم انتوا بس 10 السنه اللي فاتت. فبيعملوا ايه من 3 ل5 ثواني؟ هو بيبص كده على اول السي في حاجه اسمها اوفر فيو او بروفايل او سامري، يعني في باراجراف كده في الاول بعيد عن التفاصيل، بعيد عن الاديوكيشن والاكسبيرينس والسكيلز والحشو، في بروفايل، في باراجراف صغير كده، بص عليه بعدين يقرر ده هنفكر فيه، خليك كده خلاص دوت ماشي. طب ايه اهم بقى الحاجات اللي انا المفروض اخدها as a teacher؟ يعني احنا لو قلنا مثلا ان في قدامنا مثلا teacher لسه بادئ حياته، التيتشر دوت معهوش سيرتيفيكتس، عايز يوصل ان هو بقى تيتشر ترينر مثلا، او يوصل ان هو يشتغل في انترناشونال سكول، حضرتك ترشح له يعمل ايه؟ هو ممكن يشتغل من غير حاجه خالص. يعني انا في ناس كتير بالبكالوريوس او الليسانس وراح عمل مقابله في احد المكاتب واتاخد في مدرسه انترناشونال ب5,500 ونص. دي انا وصلت لها في السعوديه بعد 8 سنين. عادي، هو نصيب ورزق، وممكن يكون اللانجوج او الانجليش بتاعه مش احسن حاجه، بس هو وفق. فاهمني ازاي؟ بس انا بقى عشان ما اعتمدش بس على ان انا اوفق، ما بقاش اتكالي، يعني هو انكم تتوكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير فعلا. يعني لكن خد بالاسباب. يعني انت ممكن توفق بدون حاجه، بدون ما تاخد كورسات، بدون ما تاخد ايلتس ولا سيلتا ولا الكلام ده،
بس انت خد بالاسباب. ايه بقى الاسباب؟ اسباب ان انت اللانجوج بتاعتك تبقى كويسه حتى لو مفيش يعني مثلا كام ايلتس. في الايلتس مثلا؟ حتى لو مفيش ايلتس. طب لو مثلا مناسب كام في الايلتس؟ لو مناسب يبقى 7.5 لان 7.5. ال7 ده لو C1 و7.5 ميد C1 و8 هاي C1. يس. يعني من 7 ل 8 ده انت اصلا في C1. 7.5 ل 8 ده ايلتس 7.5 على الاقل كانجلش تيتشر. نايس. ولو مش معاك شهاده الايلتس يبقى مستواك بيرفلكت ال7.5 دي. يعني لما تقعد في مقابله وتتكلم كويس. حلو قوي. سلتا سلتا if you have the budget go for it. مع ان انا بدرب تفل وتيسل، عندنا كورس تفل وتيسل كل 4 شهور في راوند. بس انا بقول للناس كده بما يرضي الله if you have the money 50,000 ولا whatever وتقدر تتحمل البريشر go for the سلتا. جو فور ذا سلتا. ماشي. you don't have the money you don't have the stamina. معيش الفلوس اروح تفل او تيسل رخيص خالص، يعني بنديه رخيص خالص. عايز بقى تيتشر ترينر. انا دلوقتي انا تيتشر كويس في المدرسه انترناشونال. عايز بقى تيتشر ترينر. عايز تبقى تيتشر ترينر لو انت معاك تفل او سلتا وانت حد شاطر ولقيت مكان يشغلك كتفل تيوتر مثلا او تيتشر ترينر وهو بيديك تدريب وبيعمل لك اشراف وبيعمل لك منتورنج والكلام زي كده، فانت بقيت تيتشر ترينر. في ناس كتير من زمايلنا كان معاهم تفل وكانوا شغالين في اماكن تفل تيوترز بياخدوا تدريب من المكان وهم بيجتهدوا شطار فبقوا تيتشر ترينرز من زمان. طب انا عايز بقى لكن لو عايز بقى تبقى ديسنت تيتشر ترينر بقى زي الكتاب ما بيقول وتبقى سلتا تيوتر بقى ومعتمد من كامبريدج، دلتا. دلتا موديل 1 و 2 على الاقل، او الديب تيسل بتاع الترينيتي. غير كده عمرك ما هتبقى سلتا تيوتر. يعني انا عايز ابقى سلتا تيوتر، ايه الطريق؟ يا اما ديب تيسل يا اما دلتا من كامبريدج. حلو جدا. احنا ممكن ناخد برضو بعض اسئله الجمهور. كان في برضو بعض الاسئله اللي معانا. لو حد عايز يبقى سلتا تيوتر او مدرب مدرسين يعمل، بس ده احنا جاوبنا عليها. دي جاوبنا عليها دلوقتي حالا. اخد ماجستير ولا دلتا؟ الدلتا هتوديك في حته ان انت تبقى سينيور تيتشر في البريتش كونسل، تبقى اكزامينر في البريتش كونسل، تبقى تيتشر ترينر في اي مكان، تبقى سلتا تيوتر في كامبريدج. الماجستير هيوديك في سكه التدريس في الجامعات، مش في مصر. في مصر لو معاك سلتا بتشتغل في جامعه انجلش انستراكتور. لكن انا اقصد بره في الخليج لو معاك ماجستير مستواك كويس ممكن تشتغل في جامعه او في معهد او كده، يعني من المعاهد اللي هي بتاخد ناس معاهم ماجستير. فانت شوف انت عايز ايه وامشي لو عايز بقى تجمع بين الحسنيين تاخد دلتا وماجستير. يعني معاك البادجت. انا ما كانش معايا البادجت وانا بعمل الاثنين دول. انا ضحيت كتير، ما انا قلت لك there is no professional development without sacrifice. فلوس، وقت، جهد، صحه. ما كانش معايا فلوس وانا بعمل الحاجات دي كلها، ما انا كنت بضحي. خد دلتا الاول علشان لو خدت دلتا هيبقى معاك 60 كريدتس تقريبا، كريدت اورز. لو رحت بقى اي جامعه بريطانيه عامله بروتوكول مع كامبريدج هيعفوك من تلت الرسوم ومن تلت البرنامج. فتختصر، ما تروحش بقى the other way round، ما تروحش ماجستير وبعدين تروح تاخد دلتا. طب ما خد دلتا وبعدين هتتعفي من حاجات كتير في الماجستير، فلوس وموديولز عشان انت معاك دلتا. حلو جدا جدا. في برضو معانا بقى السؤال الاخير اللي ممكن نختم بيه. لو عايز فرصة سفر كويسة اعمل ايه؟ حاجة من 3. يا اما تقدم تدخل على مواقع المدارس وتجيب الايميلات بتاعتهم وتبعت السي في بتاعتك. وده انا عملتها لما رجعت من الصين قبل ما اسافر السعودية وجالي فرصة في التجمع الخامس. دخلت جبت مدارس في الامارات وفي مصر وفي السعودية ورسلتهم وبعت لهم السي في بتاعتي. وفي ناس تواصلوا معايا وكان من ضمنهم المدرسة بتاعت التجمع. فانت ادخل هات لستة من الايميلات بتاعت المدارس في اي مكان وابعت لهم كفر ليتر كويس مع سي في كويسة واستنى السنارة تغمز. الطريقة التانية انك تستنى الاعلانات بتاعتهم على التليجرام او على لينكدين او كده يعني، او على الفيسبوك. اي اعلان ينزل وفي رقم واتساب او في رقم كذا ابعت. جميل جدا جدا. الطريقة الثالثة بقى واللي هي الموست بوبيلر يعني اللي هو المكاتب اللي في مصر، اللي في المعادي واللي في المهندسين واللي في الزمالك. يعني بتحط سي في كل مكان، بيتصلوا بيك بيقولك في مقابلات يوم كذا تعالى. بتروح بتلاقي لا اله الا الله، لكن لا تيأس، انت ليك رزقك هتاخده حتى لو وسط ملايين البشر. اصل في حد يروح يقولك ايه ده انا لقيت ناس واقفين على السلم ولغايه تحت قمت ماشي. ليه؟
سلي نفسك واصبر وخد بالاسباب. ممكن انت تبقى يعني واحد من ضمن 3 اللي هيتاخدوا من الناس دي كلها ما دام انت عايز تسافر. لكن انت يعني مستبيع او مش عايز، فانت بتمشي خلاص تقول لا انا هستنى كل ده. فدول ال3 طرق اللي ممكن اي حد يسافر بيهم يعني. ما اعرفش في طريقه رابعه ولا لا، بس دول يعني انا جربتهم يعني، عشت ال3 حاجات دول. That's really nice. انا يعني عايز اشكر حضرتك جدا، انا استمتعت وتعلمت وحبيت جدا القصص. التجارب على مستوى شخصي على مستوى اكاديمي كلها تجارب بصراحه ليها فاليو حقيقيه. فانا حقيقي اتبسطت جدا بان انا كنت معاك النهارده. انا نفسي وقت ما يعني الوقت جري مننا، بس انا كان نفسي نقعد اكتر من كده. ربنا بس يكرمك. بجد والله شكرا جدا لحضرتك وشكرا جدا انت نورتنا شكر ليك. و thanks so much. الله يبارك فيك. You're welcome.